لو ما رجعتش قبل كده على يونت 11 فيلا بينا نرجعها مع بعض، ولو رجعتها اكيد هيبقى فيها افكار جديده عليك لازم تعرفها في الفيديو ده، وخصوصا في تريكات مهمه لازم تبقى عارفها. انا مستر مصطفى ودي قناتكم From Zero to Hero in English، ويلا بينا نبدا. يلا بينا نبدأ مع بعض في السؤال رقم 1 في صفحة رقم 307. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك 1. English is the not language in the US. الإنجليزي هو اللغة النقط in the US في أمريكا. الدوميننت المهيمن والمسيطر، ولا substituted المبدلة، ولا temporary مؤقتة، ولا typical نمطي؟ طبعا اللغة الدوميننت يعني هي اللغة المسيطرة والمهيمنة. طب السؤال اللي بعده we must preserve يجب أن نحافظ our national نقط إيه القومي from thieves من اللصوص. costumes اللي معناها ملابس، ولا heritage اللي معناها ميراث، ولا inheritance اللي هي توريث، ولا tradition معناها عرف وتقاليد. احنا لازم نحافظ على الناشونال هيريتج يعني الميراث القومي بتاعنا من اللصوص. طب اللي بعدها 3 Egypt has so many نقط tourist sites لديها الكثير من tourist site الايه. interested المتحمسة لا. entertained المتسلية يعني اللي هي تم تسليتها لا. embracing ولا breathtaking؟ طبعا انا اختار لك كلمة breathtaking معناها ان هي ايه يخطف الانفاس كده يعني او حاجه مبهره فبقول عليها بريز تيكينج. طب السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لك فيه طه has got a very not voice عنده صوت ايه؟ primitive ابتدائي، ولا descriptive وصفي، ولا distinctive معناها مميز، ولا هتختار instinct اللي هي معناها غريزه؟ لا طبعا هو عنده صوت distinctive معناها صوت مميز. السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول لك فيه he regrets هو بيندم being monolingual ان هو monolingual يعني احاد اللغة. he wishes هو بيتمنى he were لو كان ايه. linguistics عالم لغويات، ولا bilingual، ولا lingua، ولا personal؟ طبعا انا هختار لك هو بيتمنى ان هو يكون bilingual معناها ثنائي اللغة. طب ليه ما تختارليش linguistics؟ لان linguistics دي معناها علوم اللغويات فما تنفعنيش. طب التالتة معناها ايه؟ معناها لغة، لينجيا معناها لغة. طب وبيرسونال معناها هيئة شؤون العاملين او الموظفين، دي خلي بالك بيرسونال مش بيرسونال. اللي بعدها بيقول لك he can't speak any other language except Arabic ما بيعرفش يتكلم اي لغة تانية ما عدا العربي يعني بيتكلم عربي بس. يبقى كده هي از ايه؟ مالتي لانجوال متعدد اللغات، ولا باي لانجوال ان هو ثنائي اللغات، ولا مالتي ناشونال، ولا مونو لانجوال؟ طبعا اختار لك مونو لانجوال يعني شخص احادي اللغة. السؤال اللي بعده رقم 7 بيقول لك a woman mistook me for a not actor I look like him انا بشبهه. look like يعني يشبهه معناها ان في ست اخطأت ما بيني. ميستوك على فكرة جاي من كلمة ميستيك خطأ او يخطئ، فميستوك ميستيكن ده تصريفاته. المهم فبيقول لك في سيدة خطأت فيا او غلطت فيا او اتلخبطت فيا for a not actor كممثل ايه؟ اكيد ممثل مشهور. I look like him انا اشبهه. فيبقى بالنسبة لي هنا الإجابة تبقى well known معناها مشهور. طبعا uncommon معناها غير شائع ما تنفعش. good nature ده حسن الطبع لأ. well behave ده حسن التصرف برضه لأ. فالإجابة بالنسبة لي تبقى رقم ايه. بعد كده السؤال رقم 8 بيقول لك فيه The Decent Life نقط مش محتاج أكمل اسمها The Decent Life Initiative مبادرة حياة كريمة aims to تهدف إلى improve people's lives إن هي تحسن حياة الناس. discussion معناها نقاش، decision معناها قرار، argument معناها جدال. لا هي اسمها مبادرة decent life initiative معناها مبادرة حياة كريمة. خلي بالك لأن الكلمة دي بتتكرر دايما في الترجمة. السؤال اللي بعده رقم 9 بيقول لك فيه we should do our best لازم أن نبذل قصارى جهدنا to maintain our نقط عشان نحافظ على ايه؟ نحافظ على personality الشخصية، ولا character الشخصية، ولا historian المؤرخ، ولا الايدنتيتي الهوية؟ طبعا طالما قال لك we احنا اللي لازم ما قالكش اي مثلا واحد بفرده، فطبعا ان احنا نحافظ على الايدنتيتي اللي هي الهوية. لكن personality وcharacter بيساوي مختصين بشخص واحد، لكن الايدنتيتي هي هوية الشعب وشخصية الشعب عموما.
السؤال اللي بعده رقم 10 بيقول لك my brother is a أو an نقط، أخويا يكون نقط who moved to Canada to live and work، الذي سافر إلى كندا لكي يعمل ويعيش هناك. يبقى هو كده نيتيف من أهل البلد؟ لأ. expatriate اللي معناها غريب، أيوة. tourist كده سائح، لأ هو مش سائح، السائح ده رايح عشان يتفسح مثلا أو كده. ولا foreigner أجنبي، لأ هو كده expatriate، هو شخص غريب عن البلد فبنسميه expatriate. تمام. السؤال اللي بعده رقم 11 بيقول لك فيه genetically we are no different from our نقط، احنا مش مختلفين عن ايه؟ الانسسترز الأجداد، ولا التينيجرز المراهقين، ولا expatriates الغرباء، ولا astronauts اللي هي رواد الفضاء. طبعا احنا مش مختلفين عن أجدادنا جينيا. طبعا كلمة genetically هنا ظرف. السؤال اللي بعده بيقول لك the instructions التعليمات are نقط تكون نقط we don't need a technician، احنا مش محتاجين فني. يبقى طالما مش محتاجين فني يبقى التعليمات دي ايه؟ confusing مربكة، ولا clear off يصفو ويهرب، ولا clear head اللي معناها يعني صف الذهن، ولا clear cut اللي معناها واضح. قال لك هنا يبقى تختار لي هنا clear cut لان هو بيقول لك we don't need a technician. السؤال اللي بعده بيقول لك an illegal نقط ايه غير شرعي؟ boat sank، يبقى السفينة بتاعت ايه الغير شرعيين؟ sank غرقت. and their dreams drowned in the sea، واحلامهم هي كمان غرقت في البحر. يبقى an illegal foreigners، ولا citizens، ولا immigrants، ولا lodgers. طبعا انا هختار لك immigrants مع العلم ان يعني في غلطة كبيرة اهي بديلك بان illegal immigrants. ازاي؟ المفروض تحط لي او ان مع الاسم المفرد. تمام. فدي غلطة من الكتاب، بس المهم ان انا فاهم هو عايز يقول ايه بالظبط. بكده خلصت 307. طب ندخل بعدها على الصفحة رقم 308. السؤال رقم 14 بيقول لك فيه The mother الأم نقط her son warmly بدفء after his long traveling بعد سفره الطويل. impressed معناها ان هي حضنته، ولا encircled ان هي عملته في دايرة مثلا، ولا wrapped لفته، ولا adopted تبنته. طبعا الأم احتضنت ابنها impressed. طب اللي بعدها السؤال رقم 15 Cairo has always been a city rich in its نقط. هي القاهرة هي دايما بتكون مدينة غنية في نقط and artistic style والاسلوب الفني بتاعها. طب habitual معناها ايه؟ habitual معناها يعني حاجة متعلقة بالعادة يعني، ولا cultural ثقافي، ولا traditional معناها تقاليد، ولا custom العادات والتقاليد. طبعا عايز صفة تتعاطف على صفة، صح؟ فكده بالنسبة لي الصفة هي صفة اسمها cultural معناها ثقافي، يبقى فيها الستايل الثقافي والارتستيك المعماري الفني. طب السؤال اللي بعده رقم 16 بيقول لك فيه you can't make her change her mind، انت ما تقدرش تخليها تغير رأيها. she نقط to her ideology، هي نقط بفكرتها. هتحط لي خط كده تحت تو، لان انا زي ما قلت لك قبل كده اما بتلاقي حرف جر بعد النقط ففي الغالب هتحط تحته خط. طب هي كوب تو؟ لا هي اسمها كوب اب ويز. طب كاتش اب ويز. طب ستيك ولا ستيك؟ طبعا انا هاخد كلمه ستيك تو معناها ان هو يلتزم بيه او ان هو يطيع مثلا او حاجه شبه كده، يبقى انا هاخد معايا كلمه ستيك. امال ستيك دي معناها ايه؟ لا ستيك دي اللي هي الستيك بتاع اللحمه، ده ملوش دعوه خالص بالموضوع. السؤال اللي بعده رقم 17 بيقول لك the conference المؤتمر was broadcasted اتبث او اتذاع in 3 languages في 3 لغات by نقط translator بمترجم. مترجم ايه؟ حط لي خط المهم تحت كلمة 3 لغات دي. هو كده المترجم يبقى monolingual وحد اللغة، ولا مالتي ناشونال، ولا مالتي لينجوال؟ اقرا كويس. طبعا انا هختار لك طبعا مالتي لينجوال اللي هي معناها متعدد اللغات، طبعا ما يمشيش مالتي ناشونال. طب السؤال اللي بعده رقم 18 بيقول لك فيه لندن is known for، لندن معروفة ب its diversity and نقط بالتنوع والايه والهيريتج والميراث، ولا intolerance اللي هو عدم التسامح، ولا multilingual متعدد اللغة، ولا multiculturalism multiculturalism اللي هي معناها التعددية الثقافية، يبقى فيها تنوع وفيها تعددية ثقافية الاتنين يتعاطفوا على بعض. اوكي. with more immigrants بالعديد من او الكثير من الاميجرنتس اللي هم المهاجرين
entering Europe داخلين اوروبا. It's moving to نقط societies بينتقلوا الى المجتمعات الايه multicultural. هي دي متعدد الثقافات. اوكي طب monolingual مجتمعات محادية اللغة لا. similar مشابهة لا. مجتمعات حضارة civilization لا. فكده بالنسبة لي انا عايز صفة وهي دي الصفة المناسبة اللي عندي. طب السؤال اللي بعده رقم 20 بيقول لك the نقط of opinions نقط الآراء on this topic على هذا الموضوع is what makes it interesting هي اللي بتخليه شيق. طب collection اجتماع او جمعية مثلا او تجمع لا. diversity التنوع ايوه تنوع الآراء تمشي معايا. ولا combination اللي معناها خلط مثلا ولا mixture اللي معناها خليط. مبدئيا دي ودي قريبين من بعض فهيطيروا بعض فالإجابة بالنسبة لي تبقى diversity اللي هي معناها تنوع بيولوجي او تنوع عموما يعني. السؤال اللي بعده رقم 21 بيقول لك فيه ايه؟ بيقول لك he returned to his native country هو رجع الى دولته النيتيف الاصليه او موطنه يعني الاصلي. and decided to put down وقرر ان هو يبوت داون his نقط. يبوت داون يعني يحط او يرسخ ايه؟ steps خطوات ولا leaves اوراق الشجر ولا roots جذور ولا branches اللي هي معناها فروع الشجر. طبعا انا استخدم لك كلمة roots معناها ايه؟ ان هو بيرسخ بيبوت داون his roots يعني يضع رجله او يرسخ نفسه في المكان ده ان هو هيفضل فيه هيقيم فيه مدى الحياة. اللي بعد كده رقم 22 بيقول لك some expatriates بعض الغرباء insist that بيصمموا ان their kids ان اطفالهم learn يتعلموا their not tongue مش محتاج افكر كتير اسمها المذر تونج يعني اللغة الام على بعضها كده. لكن هورش لوحدها معناها قاسي ما تنفعش. طب ماوس معناها بق او اللي هو الفم. طب فازر معناها الاب فبرضه ما تنفعش اسمها مذر تونج اللغة الام. بعد كده 23 بيقول لك she is a نقط fear of flying عندها she has a نقط fear of flying عندها خوف ايه من الفلاينج. she can't overcome it هي ما بتقدرش تتغلب عليه. طب much rooted ولا deep seated؟ اسمها deep seated انا عايز اوصف الخوف ان هو deep seated يعني مرسخ فيها او ثابت فيها. طب traditional تقليدي. طب clear opened ان هو مفتوح بشكل يعني واضح كده ما تنفعش. طب اللي بعده 24 بيقول لك فيه ايه؟ she found her نقط necklace هي وجدت العقد بتاعها الايه after many years of search بعد سنوات كتيرة من البحث. هتحط لي خط تحت كلمة after many years of search بعد سنوات كتيرة من البحث. ليه بقى؟ هو العقد ده كده long term طويل الأمد ولا good natured حسن الطبع ولا everlasting دائم للأبد مثلا أو دائم ولا long lost معناها طويل الامد او مفقود من زمان. هو كده long lost مفقود من زمان. طب السؤال اللي بعده we need to be نقط احنا محتاجين ان احنا نكون نقط when looking in to our problems لما نبص لمشاكلنا يبقى احنا محتاجين نكون ايه؟ open minded متفتحين ذهنيا. اوكي conservative اللي معناها محافظ لا. intolerant متسامح لا. فريلي احنا المفروض لو كانت فري كانت ممكن لكن فريلي الواي انا عايز الظرف لا انا مش عايز الظرف ده انا عايز الصفر. بعد كده بيقول لك برازيل is famous for its festivals مشهوره بالفستيفالز بتاعها بالمهرجانات بتاعتها اند نقط عايز حاجه تتعاطف على الفستيفالز. طب فينرالز الجنازات لا. اكسنتس الحوادث لا. كارنفال اللي هو المهرجان او الفستيفال اوكي. طب افيرز اللي معناها شؤون لا طبعا. السؤال اللي بعده رقم 27 بيقول لك في French is the most widely نقط language هي اكتر لغة ايه in Africa في افريقيا. يبقى هي لغة متحدثة بشكل كبير يبقى widely spoken اوكي. طب ينفع اقول لك عليها widely telling لا. طب widely dialogue لا. طب widely talking برضه لا. انا عايز صفة مفعول او يعني الاسم او الفعل اللي عندي يكون في التصريف الثالث بتاعه مش يكون مضاف له ان جي. لو كانت widely talked كانت ممكن تمشي. السؤال اللي بعده رقم 28 بيقول لك we all نقط pride in the achievements الانجازات our athletes have made اللي الاثليتس اللي لاعبي العاب القوى بتوعنا عملوها. هي اسمها ايه؟ give pride in ولا receive pride in ولا put pride in ولا take pride in؟ طبعا هي اسمها take pride in معناها ان هو يفخر بيه وده على فكرة من الحاجات المهمة.
29 بيقول لك we should not our children to respect others، ان هم يحترموا الاخرين، يبقى احنا لازم نربيهم ان هم يحترموا الاخرين. طب دي رايز معناها يرتفع، وريز معناها يرفع، وانا عارف الفرق ما بينهم. دي يا مستر بتعوز تبقى بدون مفعول، لكن دي يا مستر بتعوز وراها مفعول، ماشي. طب اريز دي معناها ينشأ، وروز دي معناها يثير. ايه ده يا مستر؟ ده مفيش ولا واحده فيهم معناها يربي. لا، انا عايز اقول لك ان كلمه ريز دي ممكن تيجي بمعنى يرفع، ممكن تيجي بمعنى يربي، وممكن تيجي ان هو بمعنى يجني مالا من اجل جمعيه مثلا او من اجل عمل خيري، فبقول عليها ريز. اما السؤال اللي بعده رقم 30 بيقول لك most students، معظم الطلبه seek not jobs، بتسعى الى وظائف ايه during summer holidays، اثناء اجازه الصيف. اجازه الصيف بس، يبقى دي شغلانه ايه؟ permanent ولا long term؟ الاتنين ليهم معنى واحد، دائم وعلى المدى الطويل، فيطيروا بعض. طب everlasting هي كمان بتساويهم، يبقى كده بالنسبه لي الاجابه هي اللي temporary معناها مؤقت. لازم يا جماعه ابقى عارف الفرق ما بين permanent ان معناها دائم وtemporary معناها مؤقت. ما ينفعش في ثالثه ثانوي ابقى خلاص طالب ثالثه ثانوي وكلها كام شهر وابقى في كليه وابقى مش عارف الفرق ما بين الكلمتين ولسه متلخبط ما بينهم. 31 بيقول لك ذا ستاتيو، التمثال ان ذا بارك، اللي في الحديقه. خلي بالك ده فيه هنا حذف ضمير وصل. تمثال اللي في الحديقه. نقط ذا بريف سولجرز، الجنود الشجعان. هل يا ترى كيمومتريت اللي هي معناها ان هو كيموتريت معناها ان هو يعني بيحيي ذكرى؟ ايوه. طب اوبزرف يراقب؟ لا. طب ريمايند يذكر ولا ريمبر يتذكر؟ طبعا لا، هو بيحيي ذكرى الجنود السولجرز، فهنا في حاله حذف ضمير وصل. اوكي. طب ايه الفرق ما بين ريمايند وريمبر عشان بس نبقى عارفين؟ ريمبر انا اللي بتذكر بنفسي، لكن ريمايند في حد تاني او في مؤثر خارجي هو اللي بيذكرني. تمام. ساينتست 32 ساينتست العلماء فاوند ا فوسيل، وجدوا حفريه ذات نقط باك. حط لي خط تحت كلمه باك. ماشي. 2 مليون years، ل 2 مليون سنه. هو اسمه ايه باك؟ درايف باك ولا كام باك ولا باك اب باك، باكس اب باك ولا ديت باك؟ طبعا اسمها ديتس باك، معناها يرجع تاريخه الى، فمهم الحته دي. ماشي. اللي بعد كده 33 بيقول لك هيز فيلينج نقط، هو حاسس ان هو نقط ابرود وهو بالخارج. as لان many things، العديد من الاشياء seem strange to him، تبدو غريبه بالنسبه له. يبقى هو كده حاسس ان هو فاميليار، مألوف كده ومتعود على الوضع وهو بالخارج. بليزد مسرور ولا هومسك ولا سيسك؟ سيسك عنده يعني خوف من البحر ودوار البحر، امال هومسك معناها ايه؟ الحنين الى الوطن، يبقى هو بيحن لوطنه وهو بالخارج. السؤال اللي بعده 34 بيقول لك due to her laziness، بسبب كسلها she may not losing her job، ممكن ايه ان هي تخسر وظيفتها. give up يعني يستسلم، ولا end up ولا hand over ولا type up؟ طبعا ناخد كلمة اسمها hand up، end up، انا اسف، end up معناها ان هو يعني ينتهي به الامر بيه. وعلى فكرة ده من الافعال الاصطلاحية اللي بيجي بعدها ing، فاجي اقول لك end up losing her job، ينتهي بيها الامر ان هي تخسر وظيفتها. وخلي بالك من الافعال الاصطلاحيه المهمه لان هي بتتنسي. السؤال اللي بعده 35 بيقول لك living in a multicultural society، العيش في المجتمع المالتي كالتشرال متعدد الثقافات. is not by a wide diversity، عن طريق wide diversity معناها يعني تشكيله واسعه او تنوع واسع. طب هل يا ترى يبقى المجتمع المالتي كالتشرال is characterized يعني يتصف، ولا is specialized يتخصص في شيء يعني، ولا transformed ان هو يتحول، ولا labeled اللي هو معناها يلصق؟ طبعا هو بيتسم ويعني بيتصف، يبقى criticized. طب ما specialize يا مستر، ما انا اقول لك بيتخصص بالوايد دايفرسيتي. لا، specialize معناها يتخصص في مجال، عشان تبقى عارف ان انا بيتخصص في مجال. لا، هو كده بيتخصص في مجال ولا يتخصص ان هو بيتسم يعني؟ يبقى هنا بالنسبه لي كلمه اسمها characterized. السؤال اللي بعده شم النسيم is one of the most famous summer نقط، هو واحد من ايه الصيف؟ incidents حدث عارض، ولا فيستيفال مهرجان وحدث، ولا event حدث، ولا histories معناها تواريخ؟ طبعا هو كده summer festivals يعني ايه؟ اعياد الصيف وهكذا. بعد كده 37 بيقول لك mother never follows نقط،
الام عمرها ما بتتبع نقط when cooking اثناء الطبخ. but her food is tasty، بس الاكل بتاعها طعمه حلو. يبقى هي مش بتتبع ريسيبي. ريسيبي اللي هي معناها ايه؟ وصفه. طب tradition معناها تقليد، method معناها اسلوب، وريسيت معناها اللي هي الريسيت اللي احنا بنستلمه وصل يعني. طب ريسيبي هي اللي معناها ايه؟ وصفه طعام او وصفه في الحياه عموما، ممكن نسميها ريسيبي، وصفه لاداء شيء معين. السؤال اللي بعده 38 بيقول لك we have a نقط team، احنا عندنا فريق A with good forwards defense and midfield، في هجوم ودفاع وخط الوسط بتاعه جيدة. طب هو كده الفريق ده يبقى deep seated مرسخ، ولا well behaved حسن التصرف، ولا well balanced متزن، ولا badly planned مخطط بشكل سيء؟ طبعا دي مستبعدة، وديب سيتد دي هو كده مش مرسخ ولا حسن التصرف، ده هو بالنسبة لي كده well balanced يعني متزن تمام. اللي بعده رقم 39 بيقول لك the cultural نقط ايه الثقافي between، حط خط تحت between the two countries ما بين الدولتين hinders understanding بتعيق الفهم. يبقى ايه الثقافي؟ الدروب اليقع الثقافي، ولا الجاب الفجوة، ولا ستيب اللي هي معناها خطوة، ولا سايت اللي هي معناها بصر وبصيرة؟ طبعا انا هختار لك كلمة جاب اللي معناها فجوة. السؤال اللي بعده رقم 40 بيقول لك ايجيبت مصر not all cultures كل الثقافات that left on its land اللي عايشة على أرضها to create a unique identity عشان تعمل unique identity يعني هوية مميزة وفريدة من نوعها. طبعا ناخد لك كلمة blend معناها ان هو بيدمج تمام. امال blame معناها ايه؟ blame معناها يلوم. طب punish هي اكيد ما عجبتش كل الثقافات، ولا blind دي معناها ايه؟ معناها اللي هو كفيف او اعمى. طبعا ما تنفعنيش، انا هاخد كلمة blend اللي هي مثلا قريبة من كلمة mix تمام. بس انا عايز اسالك سؤال يمكن في التراكمي شويه وابعد عن الموضوع كده، هو ليه هنا قال لك يونيك وما قالكش ان يونيك ايدنتيتي؟ ليه قال لك لو حد عارف يكتب لي تحت في الكومنتات، هستناها منك. بعد كده تعالى نحل بقى شويه على الكواليكيشنز اللي هي المتلازمات اللفظيه. طبعا دي لازم تتحفظ يا جماعه، ما فيهاش هزار، واحنا في وقت اساسا حرج ما فيهوش هزار ان احنا ما حدش يحفظ فيه الكلمات دي. طب السؤال رقم 1 بيقول لك فيه ايه؟ applying law to all نقط تطبيق قانون على الكل نقط a sense of just روح العداله and equality والعدل. يبقى اسمه ايه؟ اسمها build a sense of، يبني روح كذا، او ان هو يعني بيديك احساس بكذا. مصطلح على بعضه. الكمبيوتر نقط تاسكس اكيوريتلي، عايز اقول لك بيؤدي المهام بشكل جيد. يبقى اسمها ايه؟ بيرفورم تاسك. طب ما كاري هي مستر ما تمشيش؟ لا، لو كاري اوت ان هو ينفذ كانت تمشي. طب ميك ما تمشيش؟ لا، هو المفروض تبقى دو تاسك مش ميك تاسك. اوبريت دي معناها يشغل بعيد عن الموضوع، فكده الاجابه بالنسبه لي تبقى رقم ايه. طب السؤال اللي بعده 3 بيقول لك هارد وورك العمل الجاد نقط يو كلوزر تو سكسس. عايز اقول لك بيخليك اقرب للنجاح، يبقى brings you closer يعني هيجلبك او ان هو يجيبك اقرب للنجاح. طبعا لو عندي makes كانت تنفع برضو makes you closer to تمام. السؤال اللي بعده 4 the state must نقط الدولة لازم نقط its attention انتباه on the infrastructure على البنية التحتية. يبقى لازم يعني تركز اهتمامها على الانفراستراكشر، يبقى focus its attention on تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك we can learn new things احنا ممكن نتعلم اشياء جديدة if we نقط change لو احنا embarrassed change معناها ايه؟ يعني لو احنا اتبنينا التغير كده او ان احنا اتغيرنا. السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول لك you should children should be نقط الاطفال لازم تكون نقط يجب ان ايه؟ جملة مبنية للمجهول. to respect the others يبقى انا خلاص مش هغلط فيها تاني، اسمها raise يعني يربي. السؤال اللي بعده رقم 7 بيقول لك social media نقط a great impact تأثير عظيم on teenagers يبقى لديها تأثير عظيم يبقى has a great impact. اللي بعده 8 بيقول لك the team went on ذهب فيه او ذهب ايه او استمر في ايه. the center of the earth مركز الارض. ريبير يصلح، لا. سيبريت يفصل، هارت يعني يجرح، ولا اكسبلور اللي معناها ان هو يستكشف؟ طبعا يستكشف مركز الارض. طب بعد كده ندخل بقى على البريبوزيشنز اللي هي حروف الجر.
برضو لازم أأكد يا جماعة على موضوع حروف الجر ده إن هو مهم، لازم كلنا نذاكره أول بأول. في السؤال رقم 1 هتلاقيه بيقول لك I try to keep in touch with مع ال current events الأحداث الحالية. طب اللي بعده بيقول لك if you make a promise لو أنت عملت وعد you should stick to it لازم إنك تلتزم بيه. stick to معناها يلتزم بيه، وعلى فكرة دي حالة أولى اف مضارع بسيط أهو، والناحية التانية should والمصدر. we searched search إيه؟ search for يبحث لمدة hours لمدة ساعات but couldn't find the book ولكن ما قدرناش ان احنا نشوف الكتاب او نلاقي الكتاب. السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لك فيه the coach divided the player هو اسم اللعيبة الى يبقى into two teams divide كذا into كذا. السؤال اللي بعده 5 بيقول لك members الاعضاء pay a small fee بتدفع رسوم اقل to participate نقط اسمها participate in يعني يشارك في the activity النشاط. السؤال اللي بعده the new employee الموظف الجديد needs يحتاج time الوقت to be familiar with the work يبقى ان هو يكون مألوف على العمل او familiar with. اللي بعده بيقول لك our hobbies هواياتنا are different not our ancestors مختلفة عن يبقى مختلفة عن اسمها different from او لو كانت different to برضو كانت تمشي واكتبها عندك في ملحوظاتك. اللي بعده بيقول لك she is very keen نقط اسمها keen ايه keen to والمصدر to learn about Japanese culture على الثقافة اليابانية. بعد كده 9 بيقول لك the lecture المحاضرة lasted نقط دامت لمدة 5 ساعات يبقى for 5 hours لمدة 5 ساعات so we felt bored لذلك احنا حسينا ان احنا ملينا. طب السؤال رقم 10 بيقول لك meetings الاجتماعات take نقط fortnightly intervals يعني فترات يعني مدتها مثلا 14 يوم وكده، او اللي هي زي ما بنقول عليها فترات يعني نصف شهرية. المهم اسمها take ايه take place معناها بيحدث على فترات شهرية. حلو المثال ده. انا اسف فترات نصف شهرية. لحد كده خلصنا صفحة 311. بعد كده ندخل بقى على شوية اسئلة حلوة جدا على السينونيمز والانتونيمز، اسئلة كده على المرادف والمضاد. يلا بينا مع بعض كده نبدأ كده ونشوف السؤال رقم 1 بيقول لك فيه water is precious. precious معناها ثمين. مضاد كلمة ثمين هي كلمة اسمها ايه؟ رخيص طبعا. worthless يعني ملوش أي فايدة. طب important معناها مهم ما تنفعش. طب vital مهم برضو. expensive معناها غالي. بعد كده بيقول لك she is the dominant boy in the group هو الولد المسيطر في الجروب في المجموعة. مرادف كلمة dominant مسيطر. هل يا ترى ordinary عادي ولا grumpy متأفف ولا شيف ان هو رئيسي ولا cheerful مبهج؟ طبعا نختار لك تشيف اللي هي معناها رئيسي. السؤال اللي بعده he was so fortunate هو كان محظوظ جدا to have such wonderful teachers ان هو عنده مدرسين رائعين زي هذا. fortunate صفة معناها محظوظ as antonyms with مضادها طبعا عكسها حد ان هو مش محظوظ يبقى كلمة اسمها unlucky. طب inevitable معناها حتمي وبليزد معناها مسرور وبور معناها فقير او مسكين او ضعيف. بعد كده children have a deep seated need to be loved عندهم احساس او احتياج مرسخ ان هم يتحبوا. المهم كلمة deep seated اللي هي معناها يعني حاجة مرسخة is the same meaning as ليها نفس المعنى بتاع ايه short term لا implanted ان هو معناها حاجة مرسخة. اوكي طب short lived معناها قصير الامد ولا temporary معناها مؤقت؟ برضو كل ده ما ينفعش. انا عايز حاجة دائمة اسمها implanted او long term. طب بعد كده 5 بيقول لك we are known for our generosity. generosity هي الايه؟ الكرم. تمام. isn't the same meaning as ليست نفس معنى ايه kindness الطيبة والعطف ولا bravery الشجاعة ولا miserliness ولا hatred؟ مضاد كلمة generosity طبعا هو كلمة اسمها miserliness اللي هو معناها ايه؟ البخل وكده والبؤس. طب رقم 6 بيقول لك he had a distinctive style in writing عنده style distinctive معناها مميز في الكتابة. another word for distinctive كلمة أخرى لكلمة distinctive معناها إيه؟ common شائع usual عادي normal عادي ولا distinguished اللي هي معناها مميز؟ أيوة هي دي وبتيجي كتير في القطعة. حلنا كانت في كذا قطعة. بعد كده he lives in an isolated island هو عايش في جزيرة معزولة. مضاد كلمة isolated اللي هي معزولة وبعيدة عكسها إيه؟ inhabited مسكون. أوكي طب ديزرت صحراء او ان هو يهجر لا. فار بعيد لا. ريموت بعيد لا. كل دي حاجات بتساويه.
السؤال اللي بعده رقم 8 بيقول لك the panda is an endangered animal، حيوان مهدد بالانقراض. this means they are not، ده معناه ان هم at risk. يعني ايه at risk؟ يعني في خطر. السؤال اللي بعده لو الصفحة اللي بعدها أسئلة على الديفينيشنز، أسئلة سهلة جدا لكن محتاجة تركيز. نقط people، الناس اللي نقط are able to speak two languages well، بيتكلموا لغتين كويسين، مش محتاج أفكر كتير، هم البايلانجوال. تمام. نقط means speaking or using only one language، لغة واحدة، يبقى هو ده المونولانجوال، أحد اللغة. طب اللي بعده كده بيقول لك an نقط is who lives in a country، اللي عايش في مدينة that is not his or her own country، التي ليست مدينته. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه expatriate، اللي هو الشخص الغريب. لكن expert دي معناها خبير، وapplicant متقدم لوظيفة، وimmigration هي الهجرة، حتى لو كانت immigrant كانت ممكن، فده كده بالنسبة لي expatriate. طب السؤال اللي بعده رقم 4 the first language، أول لغة اتعلمتها هي اسمها الايه؟ المذر تونج. you learn as a baby، كطفل اسمها ايه؟ المذر تونج، اللغة الأم. identity هوية، ونيتيف معناها أصلي أو أساسي، وكالتشر مالتي كالتشرزم معناها التعددية الثقافية. السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول لك فيه your نقط ايه means how who you are، انت مين as a person كشخص، يبقى دي كده الايدنتيتي هي اللي معناها انت مين كشخص. تمام. السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول لك reasonable and shows good judgment، الحكم الجيد، يبقى ده كده اسمه ايه؟ well balanced، طالما هو معقول وبيعطي حكم جيد يبقى ده كده well balanced، يعني متزن. طبعا مش بايظ ان هي معناها متحيز، ولا hopeless ان هو معناها فاقد الامل، ولا ambition اللي معناها الطموح. السؤال اللي بعده 2 نقط a child، طفل is to help him to grow up، او help him or her grow up ان هو يكبر، يبقى انت كده بتربيه. bring لو كانت bring up كانت ممكن تبقى صح 100، لكن اللي ينفعني هنا يربي اسمها raise. طب careful معناها حريص، وتيتش معناها يعلم، ان انت بتعلمه مثلا في المدرسة او بتعلمه العلام اللي هو teacher. طب اللي بعده رقم 8 بيقول لك نقط is something، هو شيء ما that is handed down from the past as a tradition، اللي بيتورث لينا من الماضي كتراديشن، يعني كتقاليد وعادات. يبقى ده بالنسبة لي اسمه ايه؟ belief ايمان، ولا opinion رأي، ولا heritage الميراث، ولا inheritance اللي هو الميراث؟ لا طبعا هو التراث اللي هو الهيريتج. heritage التراث، inheritance الميراث. اللي بعده بيقول لك فيه نقط is being able to speak، انك تتكلم and understand several languages، وانك تفهم العديد من اللغات. يبقى انت كده بالنسبه لي ايه؟ multilingual اللي هو معناها متعدد اللغات. السؤال اللي بعده your نقط is a person، هو الشخص in your family اللي في اسرتك who lived a long time ago، اللي كان عايش من وقت طويل، يبقى ده جدي. descendants اللي هو الاحفاد، لا ancestors الاجداد، grandchild الحفيد، وsuccessor اللي هم الخلافه او اللي هم برضو الاحفاد. فكده اللي ينفعني هي مين؟ الانسستور. وبكده نبقى خلصنا 313. بعد كده طبعا الصفحه متصوره مرتين، ماشي. بعد كده هناخد بقى شويه اكسترا فوكابولري، كلمات كده اضافيه. بعد كده ندخل في الصفحة اللي بعدها، صفحة رقم 315. يلا بينا مع بعض. السؤال رقم 1 بيقول لك عمر actively نقط in local charities، في الجمعيات الخيرية. حط خط تحت n. هو take place in؟ لا. معناها يحدث يعني؟ لا. participate يشارك، ماشي. طب تشارج ان هو يفرغ؟ لا. economize يقتصد؟ لا. فكده بالنسبة لي الإجابة تبقى participate. اللي بعد كده the city is a نقط of old and new buildings، مباني قديمة وجديدة. يبقى هو كده mixture ولا blending ولا package ولا compound؟ طبعا انا اختار لك كلمة mixture اللي هي معناها خليط، هو خليط ما بين المباني القديمة والمباني الجديدة. السؤال اللي بعده رقم 3 colorful clothes، الملابس الملونة والزاهية are not suitable for a نقط، ليست مناسبة للايه؟ celebration احتفال؟ لا. parade اللي هي معناها موكب او عرض او استعراض؟ لا. طب funeral اللي معناها جنازة ولا wedding الزفاف؟ لا، هي طبعا مش مناسبة للفينرال للجنازة. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لك the Egyptians المصريين
are said to have بيتقال عنهم ان هم have an usual sense of نقط روح الايه، عندهم الاحساس بالايه، joyous يعني اللي هو مسلي، ولا كوميديان اللي هو الكوميديان، ولا فاني مرح، ولا هيومر اللي هو معناها الدعابه وكده. طبعا سنس اوف بيحتاج وراه الاسم، ودي صفه ودي صفه ودي صفه، فاللي ينفعني هنا كلمه ايه؟ هيومر اللي هي معناها روح الدعابه. اللي بعد كده 5 بيقول لك عمرو ذا هول فاميلي. عمرو ذا هول فاميلي يعني اسره عمرو كلها مالها نقط هيز جراديويشن سيرموني، الاحتفال بالتخرج بتاعه. يبقى هما كده وينت، المفروض وينت تو. طب اتند معناها يحضر، اوكي. طب جيت اللي هي معناها يصل، لا. وارايف المفروض ارايف ان او ارايف ات، فكده الاجابه بالنسبه لي هي اتند، حضروا الاحتفال بتاع الجراديويشن بتاعه. السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول لك only a not supported his extreme views. فقط نقط هم اللي دعموا الاكستريم فيوز، يعني وجهة النظر الايه الشديدة دي. just 5 of his friend، بس هم يا دوب 5 من صحابه. يبقى انا اللي يحدد لي هي كلمة only يعني حاجة قليلة صح، فتبقى minority الأقلية. ما ينفعش اقول لك only a some، مفيش حاجة اسمها some. فولك يعني حشد وجمهور، ولا ماجوريتي الأغلبية، الاتنين قريبين من بعض، فكده بالنسبة لي هي minority الإجابة. 7 بيقول لك فيها in the nursing profession، في مهنة التمريض women السيدات are in the نقط، هما بيكونوا ايه؟ المينوريتي الأقلية؟ لا ده بيكونوا كتير طبعا. exceptional استثنائي، ولا rarity الندرة، ولا majority الأغلبية؟ طبعا في أغلبها بيكون موجود فيها السيدات. السؤال رقم 8 بقى بيقول لك فيه Egypt مصر enjoys a نقط position، بتستمتع بمكانة ايه؟ among 3 continents، ما بين 3 قارات. هل يا ترى المكانة دي استراتيجية، ولا ايديولوجيكال، ولا تكنيكال، ولا تكنولوجيكال؟ اكيد مكانة استراتيجية هي اللي تنفعني اجابة. امال يا مستر رقم بي ايديولوجيكال دي معناها ايه؟ معناها عقد وفكري. طب تكنيكال معناها فني. طب تكنولوجيكال حاجه تكنولوجيه وحاجه يعني متقدمه ومتطوره. السؤال اللي بعده رقم 10 هو بيقول لك فيه when I visited الاقصر، لما انا زرت الاقصر I decided to have a not stay، ان انا يبقى عندي اقامه ايه؟ expanded ان هي تمتد يعني، ولا يونيك طويل، ولا اكستنتد اللي هي تمتد برضو، ولا اكسباتريت غريبة. طب بص هو شرح لي حاجة كده، اكستند اللي هي معناها يمد ان هو يطول، وبتيجي دايما في الغالب يعني مع المدة. واكسباند ان هو معناها يوسع ويكبر، بتيجي دايما مع الطرق والاشياء، فطبعا هي مدة، فكده بالنسبة لي اكستنتد هي الاجابة. حلو السؤال ده. طب السؤال اللي بعده بيقول لك فيه رقم 11 بيقول لك this piece of jewelry، هذه المجوهرات. خلي بالك jewelry لا تعد، فبالتالي احط لك قبلها this piece of is a very way نقط it's matchless، لا نظير لها. يبقى دي طالما قال لك it's matchless وحاجه ملهاش نظير وملهاش زي، يبقى دي حاجه كده ايه؟ يونيك ومميزه. تمام، مش حاجه singular، ولا حاجه common، ولا حاجه lonely ان هي منفرده ووحيده. اللي بعده رقم 12 بيقول لك a regular exercise is، التمارين المنتظمة is not for maintaining good health، للحفاظ على صحة جيدة. يبقى is beneficial مفيدة، اوكي. طب frightening مخيفة، ولا helpless لا حول لها ولا قوة وكده، ولا ineffective اللي هي معناها غير فعالة؟ طبعا هي beneficial تنفع لي اكتر اجابة. 13 بيقول لك the Egyptians المصريين are known for their نقط، معروفين بالايه؟ and warm welcoming، والترحيب الدافئ. تمام، يبقى هنا experience معروفين بالخبرة، ولا exploration الاستكشاف، ولا hospitality الضيافة، ولا talented موهوب؟ طبعا اللي ينفعني هنا، اللي ينفعني هي الهوسبيتابيلتي، حسن الضيافة والكرم كده. السؤال اللي بعده بيقول لك كلاس نقط ايه بتاع الفصل encourage discussion، بيشجع المناقشة and improve learning، وبيطور التعليم. يبقى اسمه كلاس argument جدال وخناق وكده، ولا فورم منتدى، ولا انترفيو اللي هي معناها انترفيو، ولا ماركت اللي هو معناها سوق؟ طبعا اللي ينفعني هنا كلاس فورمز، منتديات الفصل هي اللي بتشجع
النقاش وكمان بتحسن التعليم. وبكده خلصنا 315. طب بعدها ندخل بقى على صفحة رقم 316. السؤال رقم 15 بيقول لك فيه The ancient Egyptians المصريين القدماء erected. يعني ايه erected؟ يعني built، ان هم بنوا نقط in honor of their pharaohs، على تكريما للفراعنه بتوعهم. يبقى بنوا obelisk اللي هي مسله، ولا هيروز اللي هي معناها ابطال، ولا بنوا expatriates غرباء، ولا slogans شعار؟ طبعا اللي ينفعنا هم بنوا obelisk. اللي بعده بيقول لك his lack of technical knowledge، نقصه للمعرفة التقنية kept him from being نقط، منعه من ان هو ايه. هل والجملة فيها باسف being being positioned ان هو يوضع في مكانه، ولا rose ان هو يعني rose يشرق، ولا graduate يتخرج، ولا promoted يترقى؟ طبعا قلة معرفة التكنولوجيا منعته ان هو من كونه يترقى. خلي بالك الجملة فيها باسف، فيها بناء للمجهول. اللي بعده رقم 17 بيقول لك دكتور عفاف is a نقط، هي تكون نقط who writes التي تكتب about language differences اختلافات اللغات. يبقى هي كده قارئ ازاي وبيكتب؟ لا. physicist فيزيائي؟ لا. social linguist هو ده. ولا biologist؟ طبعا biologist ده عالم الاحياء. طبعا انا هختار لك زي ما قلت لك social languages اللي هو عالم لغات اجتماعيه، فهو ده اللي ينفعني. السؤال اللي بعده رقم 18 بيقول لك فيه visitors to Egypt، الزوار لمصر نقط hospitality كرم الضيافة وجريت فود والأكل الحلو and history وكمان التاريخ. يبقى هل يا ترى هما encounter اللي هي معناها مثلا ان هو يواجه مثلا او كده، ولا هختار experiment اللي هي تجربة عملية، ولا face يواجه، ولا experience اللي هي معناها يواجه وكده ويعاني منه وبيجرب؟ انا طبعا هختار كلمة experience لان هي تجربة في الحياة، وده على فكرة انا من وجهة نظري ان هو مثال صعب شويتين. ماشي. طب السؤال اللي بعده as an AUC graduate، وهو كخريج من جامعة ال AUC you will get the نقط، انت سوف تحصل على النقط of career placement services في توظيف الخدمات او خدمات التوظيف قصدي. دي merits، هي دي كده عيوب؟ لا. benefit فايدة؟ ايوه. او سوف هتحصل على الفوائد. طب cons اللي هي عيوب؟ لا. وجريد درجة علمية؟ لا. طبعا اللي ينفعني هي you will get the benefit، سوف تحصل على فائدة of career placement services خدمات التوظيف. السؤال اللي بعده رقم 20 Egyptians المصريين have لديهم نقط، لديهم ايه؟ food طعام ايه at celebrations في الاحتفالات. expired منتهي الصلاحية، ولا national اللي هي معناها قومي، ولا traditional تقليدي، ولا preserved محفوظ؟ طبعا اللي ينفعني هو لهم طعام تقليدي في الأعياد مثلا أو في الاحتفالات. السؤال اللي بعده رقم 21 بيقول لك في the Suez Canal قناة السويس has a strategic نقط strategic position لسه معدي عليها من شوية linking the east and the west وبتربط الشرق بالغرب. يبقى position مكانة وموقع، تمام. امال site معناها بصر، situation موقف، وبالاس معناها قصر. لو كانت بليس كان يبقى معناها مكان، كانت ممكن. اللي بعد كده بيقول لك she is not about، ما تكملش، انت محتاج حاجه بتاخد حرف الجر about. interested بتعوز in، familiar بتعوز with. فاضل لي كده enthusiast about وباشونيت about. مستر اسمها enthusiastic about لان هي الصفه. enthusiast ده اسم معناه شخص متحمس، فانا اللي ينفعني هي كلمه باشونيت اللي معناها شخص متحمس للاشن cooking للطبخ الاسيوي. and that's reflecting her meal reflected in her meals وهذا بيعكس في وجباتها. السؤال اللي بعده 23 she considers herself هي بتعتبر نفسها نقط to have such wonderful friends عشان عندها اصحاب رائعين. يبقى هي بتعتبر نفسها حظ luck، ولا likely من المحتمل، ولا unfortunate غير محظوظ، ولا fortunate بقى هي اللي معناها محظوظ. طبعا fortunate دي صفة معناها محظوظ، لو بقت fortunately واخرها ly بقت ظرف معناها لحسن الحظ. طب 24 بيقول لك tourists السياح visiting الأقصر، السياح اللي بيزوروا الأقصر. واخد بالك من حذف ضمير الوصل، عوضت عنه باي ان جي اهو، كان اساسها tourists who are visiting الأقصر اللي بيزوروا الأقصر.
usually takes a carriage not around it. بياخدوا carriage، بياخدوا عربة، عايز اقول لك علشان not around it، عشان ride around هي دي اللي تمشي ان هو يتجول، لكن bicycle around و vehicle around و pony cart around كل ده ما ينفعنيش. طبعا اللي ينفعني هو ride around it، يعني ان هو يلف بيها. طب اللي بعدها بيقول لك the pyramids، الاهرامات are among the نقط، ما بين النقط. tourists السياح can see in Egypt، ما بين النقط. هل يا ترى سوفينيرز الهدايا التذكاريه، ولا سايتس اللي معناها مناظر، ولا دايركشنز اتجاهات؟ لا، هي طبعا الاهرامات تكون الوحيده اللي تنفع معاهم هي كلمه سايتس اللي هي المناظر والاماكن. سايتس تورستس اللي السياح كان سي ان ايجيبت اللي هم يقدروا يشوفوها في مصر. اللي بعد كده 26 بيقول لك ذا نقط اوف ذا هيريكان بتاع الاعصار اون كوستال تاون، على المدينه الساحليه ووز كاتستروفيك. كاتستروفي كان معناها كارثه، كاتستروفيك معناها كارثي. يبقى ايه بتاع الاعصار اللي على المدينه الساحليه كان كارثي؟ هل يا ترى افكشن العاطفه، ولا امباكت التاثير، ولا كوز السبب، ولا افكت يؤثر؟ طبعا ما ينفعش اقول لك قال يؤثر ولا ده سبب، ده كده النتيجه او التاثير بتاعي. يبقى كان كاتستروفي، كان كارثي. السؤال اللي بعده 27 بيقول لك he provided me with all the نقط، هو زودني بكل النقط، كل الايه I need اللي انا محتاجها to complete the task عشان اكمل المهمة. يبقى هو كده زودني بكل الساينز العلامات، ولا ماركس الاشارات والعلامات برضو، ولا مانجمنتس اللي هي معناها الادارات، ولا الديتيلز التفاصيل. طبعا هو وفر لي كل التفاصيل اللي انا محتاجها عشان اكمل التاسك المهمة. نوبن سواحلي and بربر are all African نقط، كلها ايه افريقي، كلها لهجات افريقية. يبقى دي كده dialects، وده على فكرة سؤال مهم لان هو من معلوماتك العامة. طب personality معناها شخصية، وريجن معناها منطقة، وترايبز معناها قبائل. كل ده ما ينفعش، اللي ينفعني ان دول كده من انواع الدايلكتس، انواع اللهجات واللكنات. السؤال اللي بعد 29 modern technology، التكنولوجيا الحديثة has greatly affected all life نقط، أثرت على كل إيه بتاع الحياة. طبعا aspects اللي معناها جوانب ونواحي الحياة، ودي كلمة مهمة لأن هي بتتنسي. burdens معناها أعباء، وكورنر معناها جانب أو اللي هو زاوية يعني، وتشينج معناها يغير. ما تنفعش طبعا كورنر لأن هو زاوية في مبنى أو في مكان. السؤال اللي بعد رقم 30 ذا موبايل سيجنال، الإشارة بتاعت الموبايل is out of the نقط، خارج الايه، عايز اقول لك خارج النطاق. so لذلك it's no good making no good making a call، مش حلو ان احنا نعمل هنا مكالمة ومش عارفين. يبقى خارج النطاق يبقى اسمها out of range، خارج النطاق. collection معناها تجميعة ما تنفعش، وليب معناها القفز او الخطوة ما تنفعش، وتيم معناها فريق ما تنفعش. فكده اللي تنفعني هي كلمة range. بعد كده نبدأ مع بعض في صفحة رقم 317، والسؤال رقم 31 فيها بيقول لك although the tiger is a أو an نقط، على الرغم من ان التايجر نقط species فصيلة ايه it still hunted، مازال بيتم الصيد بتاعه. يبقى هو كده common شائع، ولا endangered اللي هو مهدد بالانقراض، ولا in danger في خطر، ولا safeguard نوع محروس وآمن. طبعا انا هختار لك كلمة endangered لان هي صفة بوصف الفصيلة ان هي مهددة، لكن ما ينفعش اقول لك endangered species، ما تنفعش، دي مش صفة عشان اوصف بيها الاسم ده. تمام. وكلمة although كلمة من الكلمات اللي هتفيد التناقض، اللي دايما يا جماعة بيكون بعدها جملة كاملة. يعني ايه جملة كاملة؟ يعني في فاعل وفي فعل وفي مفعول. اوكي. طب السؤال اللي بعده 32 بيقول لك the piano is my favorite musical instrument، طالما هي آلة موسيقية فبقول عليها musical instrument. ما ينفعش اقول عليها tool أداة، ولا equipment أداة، ولا appliance أداة وجهاز. 33 بيقول لك it's important to surround yourself with positive نقط، لازم انك تحيط نفسك بايه الايجابي. بيرز زوج، ولا بيرز الكمثرى، ولا بيرز الدببه، ولا بيرز الرفقاء والفريندز، يعني هي دي اللي تنفعني. لازم تحيط نفسك بالزمايل والرفقاء اللي هم الايه البوزيتيف. بعد كده بيقول لك ذا كومبانيز نقط ايه بتاع الشركه، نقط ريبورت التقرير الايه بتاع الشركه. showed
أظهر a significant increase in profits. significant معناها هام وبارز، وincrease معناها زيادة، in profits في الأرباح. يبقى التقرير الإيه؟ الانوال السنوي، ولا anniversary الذكرى السنوية، ولا occasional اللي هو من حين إلى آخر، ولا daily. طبعا اللي هختاره طبعا الانوال، هو اللي بين لي اللي يعني التقرير السنوي هو اللي بين لي إن في زيادة في الربح. profit معناها ربح. بعد كده زي ايجيبشن ميوزيوم المتحف المصري is full of مليء بيه rare and not treasures. ايه النادر؟ عايز صفة تتعاطف على كلمة نادر، ما هو rare معناها نادر. الكنوز النادرة والايه؟ والvaluables ولا البريشس ولا الورثلس ولا inexpensive؟ طبعا inexpensive معناها رخيص الثمن فطالعة بره. طب worthless برضه ليس له قيمة فطالعة بره. طب valuable معناها قيم، valuables هي الاشياء القيمة، ده كده اسم. طبعا هختار كلمة precious معناها ايه؟ ثمين وغالي الثمن. اللي بعده 36 بيقول لك it is the نقط، انها النقط for the bride للعروسة to wear a white dress on her wedding day في يوم زفافها. يبقى ده كده هابت عادة شخص؟ لا. costumes اللي هي يعني ملابس وزي لأداء شيء مسرحي مثلا؟ لا. طب روتين، هو ده كده روتين للعروسة تعمله كل يوم يعني، ولا ده كده كاستم عادة شعب؟ يبقى الكاستم هي العادات الشعب. طب اللي بعدها 37 ذا ميديكال تيستس الاختبارات الطبية shows that بتبين ان he suffers from ان هو بيعاني من a rare genetic نقط. ايه جيني نادر؟ اكيد مرض صح؟ طب painful مؤلم، illness مرض، disease مرض، sickness مرض. ايه ده؟ ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك يا سيدي في ملحوظه تحت اهي ان illness when you don't feel well يعني تعب، ان انت مش حاسس ان انت كويس، بالبلدي كده تعب صغير. لكن disease مرض with what you are have been diagnosed with اللي انت بتشخص بيه. يبقى هو مرض جيني نادر. يبقى illness و sickness هما الاتنين اساسا كده يطيروا بعض، فبالنسبه لي الاجابه تبقى disease مرض اقوى واحده فيهم. بعد كده السؤال رقم 38 ما تتوهش بقى، احنا قربنا نخلص الكلمات اهو. بيقول لك the opening festival افتتاحيه المهرجان was a نقط كانت ايه؟ of bright colors الوان لامعه and fun والمرح. طب انا اختار شوك اللي معناها صدمه، ولا سبيكتيكل اللي معناها مشهد، ولا صدن اللي معناها مفاجئ، ولا سبيكتيكولار اللي معناها مميز؟ طبعا هو كان سبيكتيكل مشهد من البرايت كولرز الالوان الملونه اند فن والمرح. 39 بيقول لك فيه I met in مكة انا قابلت في مكة في 2010 and I met him انا قابلته في مكة في 2010 and I have kept النقط with اسمها keep in ايه؟ keep in touch with him ever since منذ ذلك الحين، يعني يبقى الاتصال مع هذا ever since منذ ذلك الحين. السؤال اللي بعده رقم 40 بيقول لك the world العالم is developing a shared popular نقط. ايه popular؟ ايه منتشر؟ due to globalization بسبب العولمة. هل يا ترى بيتشارك في ايه؟ في السبيس في الفضاء، ولا بيتشارك في الهابت في العادة بتاعت الشخص، ولا كالتشر الثقافة، ولا ايدنتيتي الهوية؟ العالم فعلا بقى بيتشارك في الثقافة بسبب الجلوباليزيشن العولمة. بعد كده اسئله بيقول لك ان الاسئله دي على الليسننج. السؤال رقم 41 بيقول لك ذا نيو هوسبيتال المستشفى الجديده was declared open اتعلن عنها ان هي تتفتح باي ذا سيتي نقط بواسطه ايه بتاع المدينه؟ هل يا ترى اونر مالك، ولا بريزيدنت الرئيس، ولا باسنجر اللي هو معناها راكب، ولا مايور اللي هو معناها العمده واللي هو شيخ البلد بتاع المدينه؟ طبعا مايور عشان وجود كلمه سيتي. السؤال اللي بعده 42 بيقول لك زي نقط توجذر هم نقط مع بعض once a month مرة في الشهر for a mutual exchange of ideas. mutual معناها ان هو يعني مشترك، و exchange معناها تبادل، و ideas معناها الافكار، يبقى لتبادل الافكار المشتركة. يبقى هما بي ايه together run into together ولا get together؟ هي get together اساسا معناها ايه؟ ده كان فعل اصطلاحي كان معناه ان هو يتقابل ويتجمع. arrange together ما تنفعش بيرتبوا مرة في الشهر، لا هما بيتقابلوا مرة في الشهر عشان يتبادلوا الافكار. طب move بيتحرك مع بعض مرة في الشهر، طبعا اللي ينفعني هي get together يا جماعة. السؤال اللي بعده بيقول لك the expert الخبير نقط the two paintings الرسمتين
and figured out واكتشف the authentic one الوحدة الأصلية. authentic معناها أصلي. طب هو كده يبقى عامل فيهم ايه؟ compared قارنهم، ولا expired انها صلاحيتهم، ولا confused ربكهم، ولا constructed ان هو ناقضهم في تناقض في الموضوع؟ طبعا هو compared قارنهم ببعض. 44 the Olympic Games الألعاب الأولمبية began with نقط بدأت بنقط of all competing countries لكل الدول المنافسة. بدأت لإيه؟ بسيمينار بندوة، ولا مارش اللي معناها ايه مارش؟ مارش بالسي اتش معناها مسيرة، لكن لو هي كانت بالاس اتش كده كان يبقى معناها مستنقعات. طب هل يا ترى باراد معناها مسيرة؟ طب ووك معناها تمشية. طب بص هم ما طلعوش يتمشوا دي ما تنفعنيش خالص. انا ممكن اختار مارش اللي معناها مسيرة، وممكن اختار باراد اللي معناها مسيرة. طب صلي بينا على النبي، انا هخليك انت تقرا معايا زي ما انا ما قريت برضو بحثت عشان اشوف هفهمها لك ازاي. هنا بيقول لي let's clarify the meaning of each word. خلينا اشرح لك clarify اوضح لك الفرق ما بين كل كلمة. march the verb، march ده فعل that means الذي يعني to walk in a military manner بطريقة عسكرية، حتى دايما بنسمعها معتدل مارش، تمام. with a regular measures treated parade، لكن parade on the other hand من ناحية أخرى is a noun that refers to public procession موكب عام especially one celebrating a special day لما بتكون بتحتفل بيوم مهم or event. فأنت هنا الجملة اللي عندك بقى الأساسية اللي عندك بيقول لك فيها إيه؟ بيقول لك competing countries. أنت الأولمبياد يبقى دي كده منافسة صح؟ وفيها هو زي ما قال لك يبقى دي كده بالنسبة لي باراد وليست مارش. يبقى باراد لأن هي ماشية عسكرية. طب السؤال اللي بعده 45 والاخير معايا في الكلمات بيقول لك all in all على العموم I think you did a fine job. انت عملت شغلانه 100. عايز كلمه تانية لكلمه all in all على العموم. firstly اولا وبادئا، لا on the whole اجمالا او على العموم ماشي. all of the above اللي هو ايه كل ما سبق لا. طب in details بالتفصيل وباختصار لا. يبقى طبعا اللي ينفعني ب on the whole. نبدأ بعدها في صفحة رقم 319 السؤال رقم 1. طبعا أسئلة كلها على الصفات المركبة. فبيقول لك تويوتا is the most نقط. أنا عارف إن كلمة the most بيجي بعدها الصفة، وهنا تحت صفات مركبة نقط كارز سيارات all over the world. طب بص أنا هقول لك على حاجة من غير ما تدوخ نفسك كتير. أنت طالما شفت فيه هنا كارز يعني الاسم الموصوف بعد النقط اختار دايما اللي فيها داش، فيبقى هنا widely used اللي فيها داش. عشان انا حتى عندي في widely used اهي من غير داش، والباقيين كلهم من غير داش. يعني ايه widely used؟ يعني واسعة الاستخدام. اللي بعد كده بيقول لك سمارت فونز ار الموبايلات المحمولة ار نقط all over the world. طب هل يا ترى الموصوف بعد النقط؟ لا. يعني انت هتعوز داش؟ لا. يبقى الاولى بره والتالتة بره. wide used ولا widely used؟ انا لسه الصفة معدية عليها هي ما فاتش ثواني، اسمها widely used معناها واسع الانتشار. طب بعد كده رقم 3 بيقول لك do you think English is نقط؟ هل تعتبر ان الانجليزي نقط all over the world حول العالم كله؟ طب هل يا ترى الانجليزي كده الموصوف صح قبل النقط، فانا مش عايز فيه داش يبقى دي بره. speaking هي صفة فعل عشان احط له ing لا. طب widely spoken ولا speaking widely؟ speaking دي صفة فاعل فما تنفعش، هو بيتم التحدث به يبقى هو كده مفعول، يبقى عايز له تصريف ثالث يبقى widely spoken. اللي بعد كده رقم 4 بيقول لك احمد شوقي is a نقط poet انه شاعر ايه؟ عايز اقول لك شاعر مشهور ومعروف well known. طب الثانيه ولا الثالثه؟ لا انا هختار لك الثالثه اللي فيها داش لان الاسم الموصوف بعد النقط. اللي بعد كده this player is هذا اللاعب نقط for his good performance لأدائه الجيد، يبقى معروف بأدائه الجيد صح؟ طب هي اسمها good known ولا well known؟ اسمها well known. يعني الأولى ولا التانية برضو؟ لا أنا هختار الأولى لأن الموصوف قبل النقط. حلو. يبقى لو الموصوف بقى قبل النقط فبختار من غير داش، لو لقيت الموصوف بعد النقط فبختار اللي هي بداش. طب السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول لك فيه we were happy احنا كنا سعداء because the event لان الحدث was ايه؟ الحدث اهوت الموصوف قبل النقط، يبقى انا عايزها من غير داش، يبقى دي كده طالعه بره.
طب هل يا ترى جود بلاند ولا ويل بلاند؟ انا عايز اقول لك مخطط جيد ولا مخطط بشكل جيد؟ يبقى انا عايزها بشكل جيد، يبقى انا عايز اللي اولها ظرف. طب ويل بلاننج ولا ويل بلاند؟ ده هو اللي مخطط ولا هو اللي مخطط؟ الايفنت هو اللي مخطط، يبقى ده مفعول، يبقى تختار اللي فيها تصريف ثالث، يبقى ويل بلاند رقم دي. اللي بعد كده we were happy، احنا كنا سعداء because it was a not event، لان هو كان حدث ايه؟ الايفنت ده انا عايز اللي فيها داش، يبقى مفيش واحده فيها داش غير هو رقم بي. اللي بعد كده بيقول لك he is an obedient يعني مطيع and not child، وطفل ايه؟ انا بوصف الطفل برضه ما زلت عايز اللي فيها داش اهو well behaved، مش محتاج يا جماعه ان انا ادوخ نفسي في الحل. طب السؤال اللي بعده جابان is famous for its not products، في منتجاتها الايه؟ عاليه الجوده صح؟ برضو الموصوف بعده، فالاولى تطلع، الثانيه تطلع بره، والاخيره تطلع بره. طب هاي كواليتي ولا هايلي كواليتي؟ انا عايز اقول لك منتجات عاليه الجوده. عاليه يبقى انا عايز الصفه صح؟ عاليه صح، لان كواليتي معناها جوده. طب ما هو عالي هايلي بشكل عالي ما تنفعش، انا عايز عالي اللي هي الصفه، يبقى هايلي كواليتي اللي بادئه بصفه، يبقى الاجابه تبقى رقم A. بعد كده 10 جابانز برودكتس، منتجات اليابان ار اوف نقط من الاي، انا عايز من غير داش كده، و A و C طلعوا بره. هايلي كواليتي ولا هاي كواليتي؟ نفس الفكره، انا عايز اللي هي بادئه بالصفه مش بادئه بالظرف. اللي بعد كده اتس نقط تراديشن معناها ايه؟ تراديشن معناها تقاليد وكده. فور برايدز للعروسه تو وير وايت دريسز، ان هي تلبس فستان لون ابيض، يبقى ده مش محتاج اكمل كتير، اسمها ديب سيتد، صفه عليها في المنهج اساسا، ديب سيتد تراديشن. اللي بعد كده اور ستاف ار اول، الفريق العمل بتاعنا كلهم نقط اند موتيفيتد ومحفزين، يبقى انا الموصوف قبل النقط، يبقى كده هختار من غير داش، يبقى الاولى بره. هاي تريند، هايلي تريند، هاي تريند هاي، انا عايز اقول لك ان هو اتدرب بشكل جيد صح؟ طب انا هستبعد الاخيره دي لان مفيش صفه مركبه بتبدا بفعل وبعديه صفه، فدي كده تركيبه غلط ماشي. طب هاي تريند ولا هايلي تريند؟ اتدرب عالي ولا اتدرب بشكل عالي؟ يبقى هو اتدرب بشكل عالي، يبقى هايلي تريند. وما طبعا هشيل الداش لان الموصوف ورا. اللي بعد كده قبل النقط يعني 13 بيقول لك شي ميد ا نقط ديسيجن، هي عملت قرار ايه؟ not to go to the party، ان هي ما تروحش البارتي، يبقى انا بوصف القرار صح؟ يبقى الموصوف بعد النقط هختار اللي فيها داش وهي الوحيده، تبقى رقم بالنسبه لي رقم ايه. بعد كده ندخل على صفحه 220 بيقول لك let's take، يلا بينا ناخد انقط بريك، ناخد بريك كده مدته 10 دقايق. I am really tired، انا بالفعل متعب. طب انا بوصف البريك ان هو مدته 10 دقايق بداش ولا من غير؟ بداش، يعني يا الاولى يا الاخيره. طب اختار انهي؟ طبعا ما ينفعش او اجمعها لك 10 minutes، لا ده هي 10 minutes. لو سالتك عشان تبقى عارف بس في الصوره، هو انا ليه بقول لك مثلا 10 minutes ما بقولكش 10 minutes مثلا وبجمعها لك زي عندي في العربي، اقول لك بريك 10 دقايق مش 10 دقيقه، لان دي يا جماعه صفه، والصفات في الانجليزيه لا تجمع، فبالتالي ما ينفعش ان انا احط لك minutes. يعني انا في العربي اقول لك انا سعيد ونحن سعداء، لكن في الانجليزي اقول لك I am happy we are happy برضو. يعني happy معناها كان في الاولى سعيد، والثانيه لما ترجمت في العربي كان معناها سعداء، يبقى انا الصفه في العربي عندي تتجمع لكن في الانجليزي لا، فبالتالي اجي اقول لك 10 minutes. السؤال اللي بعده رقم 15 بيقول لك teachers المدرسين are often نقط دايما بيكونوا ايه؟ and children confide in them، بيثقوا فيهم. كلمة confide جاية من كلمة confidence اللي معناها الثقة. طب هنا عايز بداش ولا من غير داش؟ انا عايزها من غير داش، فكده تطلع دي. طب highly respected ولا high respected ولا highly respecting؟ طبعا انا هختار لك highly respected. طب تقول لي ليه؟ هقول لك اولا مش عايز داش، ثانيا انا عايز ان هم محترمين عالي ولا محترمين بشكل عالي؟ بيتم احترامهم بشكل عالي، فانا مش عايز الصفه، انا عايز ابدا بظرف. طب ليه اخترت هايلي ريسبكتد وما اخترتش هايلي ريسبكتنج؟ لان هو كده ريسبكتنج هو اللي بيحترم، لكن ريسبكتد هو اللي بيتم احترامه، فالاجابه تبقى رقم ايه. بعد كده السؤال رقم 16 بيقول لك هي ليفز ا نوت لايف، هو بيعيش حياه ايه؟ انا عايز اللي فيها داش لان الموصوف بعدها مفيش غير هي بي، ويل بالانسد، متزنه بشكل جيد. السؤال اللي بعده رقم 17 بيقول لك هي از نقط امبلوي، انه موظف ايه؟
برضه انا عايز اللي بداش، فيعني يا الاولى يا التانية يا التالتة. مفيش صفة تفضيل تبدأ في الصفة المركبة، فدي تركيبة غلط. طب هاردلي وركينج، هاردلي معناها بالكاد او بالعافية، تطلع بره، اسمها هارد وركينج، ان هو مجد في عمله. يبقى الاجابة بالنسبة لي تبقى رقم سي. بعد كده السؤال رقم 18 بيقول لك اكسكيوز مي، اعذرني، this is a not restaurant، انه مطعم ايه. عايز اقول لك يعني تحت مكتوب لك كلمه اسمها مثلا سموك فريد، سموك فريد دي اساسا غلط. مبدئيا انا عايز اللي هي فيها داش. ليه اللي فيها داش؟ لان لوجود الاسم في الاخر، فكده بالنسبه لي الاجابه تبقى رقم دي، مفيش غيرها اللي فيها داش لوجود الموصوف في اخر الجمله. اللي بعد كده رقم 19 بيقول لك ذا ريبورت، التقرير سيز نوت بوي، ولد عنده 10 سنين، يبقى مش هفكر كتير، اسمها 10 year old، ولازم احط الداش لان الاسم برضو بعدها. The report says a boy of نقط، ولد من نقط، saved his city from the fire، ولد من ال10 سنين. دي بقى مش صفة مركبة، فانت هنا تقول لي 10 years العادية جدا، وعلى فكرة دي الفكرتين دول حلوين. ماشي. بعد كده بيقول لك علي is an نقط man، انه راجل ايه؟ انا عايز اللي فيها داش ولا من غير؟ انا عايز اللي فيها داش. طب openly minded ولا open minding ولا open minded؟ انا عارف الصفة دي مشهورة جدا، اسمها open minded، معناها متفتح الذهن. اللي بعد كده بيقول لك I am writing a not essay، انا بكتب essay، وتحت بيقول لك ان هو 6 سطور، صح؟ يبقى طالما رقم بتجيب بعدها الاسم مفرد، يبقى 6 line طبعا، وتحط فيها داش. ليه تحط فيها داش؟ لان لا essay بعدها بعد النقطة. بعد كده my father owns، بيمتلك a not car، يبقى انا برضو عايز اللي فيها داش. هختار لك انهي؟ طبعا الاولى والثانيه طالعين بره. اوكي. second hand ولا secondly hand؟ الصفه طبعا اسمها ايه؟ second hand. بعد كده نيجي نشوف كده check your understanding the price of the car is high، سعر السياره is عالي، يكون عالي. this means هذا يعني it's a highly priced car، ولا it's a high priced car، ولا it's a car of highly price، ولا it's a high price car. مبدئيا انا هاخد لك رقم بي. طب ليه يا عم الحاج رقم بي؟ هو عافيه؟ لا مش عافيه ولا حاجه، انا مبدئيا عايز صفه مش عايز ظرف، فهايلي تطلع بره. it's a high price car ولا it's a high priced car؟ انهي فيهم الصفه المركبه؟ طبعا الصفه المركبه هي دي. وغير كده وكده، حتى لو دي كانت لازم يحط لك فيما بينهم داش، لان انا بوصف الايه؟ السياره. اللي بعد كده بيقول لك the trip lasts for، تدوم لمده يومين، ده معناها ان احنا رحنا الرحله لمده يومين، صح؟ they went، هما ذهبوا on a 2 day trip. ايه ده؟ فين الداش؟ فدي تطلع بره. طب 2 days apostrophe s ولا 2 day trip ولا 2 day trip؟ طبعا انا بحط الرقم وبعد كده الداش وبعد كده الاسم المفرد، دي الموصوف، ملهاش علاقه ان انا احط لها داش زياده، يعني رقم دي طالعه بره. فكده الاجابه بالنسبه لي تبقى رقم سي، وعلى فكره انا شايف ان هم مثالين حلوين جدا. بعد كده ندخل بقى في الجرامر التاني اللي هو بعدها، اللي هو في ضمائر الوصل. وكده بقينا في صفحة 324. يلا بينا. السؤال رقم 1 بيقول لك عمرو is the only person here not speaks French. عايز اقول لك هو الشخص الوحيد هنا اللي بيتكلم فرنساوي، يعني اللي قبل النقط بيتكلم على مين؟ قصده على عمرو، صح؟ فكده عمرو عاقل، فهطلع which واطلع what. طب فاضل لي هو ولا هوم؟ هو اللي بيتكلم، يبقى هو عاقل فاعل، فبالتالي اختار لك كلمة هو. السؤال اللي بعده رقم 2 بيقول لك I want a mobile phone، انا عايز موبايل فون اللي takes good photos، اللي بياخد صور حلوة. الموبايل فون ده غير عاقل، صح؟ فالمفروض الاقي لك which، مفيش which، اللي ينفعني هنا ذات. لكن هو بستخدمها مع العاقل، وهوز بستخدمها مع الملكية، ووير بستخدمها مع المكان، وده ما ينفعش كله. طب she lives in أسوان، كوما، ماشي، هو بيعيش في أسوان، كوما. she likes a lot، هو بيعيش في أسوان، اللي بيحبها كثيرا ولا اللي فيه بيحبها كثيرا؟ بصوا هنا بقول لك على تركاية مهمة جدا تفرق ما بينهم. قال لك ان كلمة أسوان دي ممكن تكون غير عاقل، وفي نفس الوقت ممكن تكون مكان، صح؟ انا هستبعد وات وهستبعد هوم. طب هقول لك بقى على حاجة، ان كلمة which معناها اللي بس، لكن وير معناها اللي فيه. ترجم بقى كده الجملة وشوف انت عايز تستخدم كلمة اللي ولا عاوز تستخدم كلمة وير اللي هي معناها اللي فيه.
she lives in أسوان، هي تعيش في أسوان. اللي هي تحبها كثيرا ولا اللي فيها هي تحبها كثيرا؟ طبعا اللي ينفعني اللي بتحبها كثيرا، لان انا بتعامل كده على المكان ان هو مش مكان يوضع فيه شيء، لا ده مكان غير عاقل. طب اللي بعد كده رقم 4 بيقول لك the people not stay ended، اللي اقامتهم ended have to renew their visas، محتاجين ان هم يجددوا الفيزا بتاعتهم. يبقى الاقامه دي ملكيه للناس، يبقى هنا استخدم لك whose لان دي ملكيه تخص العقل. اللي بعد النقط ملكيه للي قبل النقط. طب اللي بعد كده رقم 5 the person نقط I sold my computer، الشخص اللي انا بعت له الكمبيوتر بتاعي. is paid in cash، دفع بالكاش. about what، لا ما ينفعش اجيب لك حرف جر مع what، مستبعده شويه. طب to whom ولا to that، ايه ده حرف الجر ما يجيش مع that. ولا with who، برضه حرف الجر ما يجيش مع who، لكن ينفع ان انا اقول لك to whom. السؤال اللي بعده I would like to take you، انا عايز ان انا اخدك to a cafe، الى الكافيه. حلو، الكافيه ده ممكن يبقى مكان وممكن يبقى غير عاقل، فوين بتاعت الزمان طالعه بره، وكمان هتاخد في سكتها كلمه وات. انا يا اما ويتش يا اما وير، قلت لك نفس الفكره. شوف بقى انت عايز تقول اللي وتختار ويتش ولا اللي فيه. انا عايز اخدك الكافيه اللي بيقدم اكسلنت كوفي، قهوه ممتازه. يبقى انا عايز اقول لك اللي بيقدم ولا اللي فيه بيقدم. طبعا اللي بيقدم، يبقى اختار لك الاجابه بالنسبه لي ويتش. he blamed himself for، هو لام نفسه على نقط has happened. ايه ده يعني ايه؟ هو لام نفسه من اجل الحاجه اللي حصلت، يبقى كده استخدم لك شبه ضمير وصل اسمه وات، دايما انا بسميه شبه ضمير وصل. السؤال اللي بعد رقم 8 بيقول لك the room، الغرفه ده مكان وبرضه ممكن يكون غير عاقل. the course take place، اللي الكورس بيحدث ولا اللي فيها الكورس بيحدث؟ طبعا انا هقول لك اللي فيه، فبالتالي تبقى الاجابه عندي وير. كده كده when وهو مستبعدين من البدايه. is on the fourth floor، في الدور الرابع. ماشي. I can't imagine a time، انا ما اقدرش اتخيل الوقت نقط there were no computers، برضه هستبعد where وهستبعد whose. انا عايز اقول لك انا ما اقدرش اتخيل الوقت اللي ولا اللي فيه او اللي مش فيه كمبيوتر، عشان الجمله فيها نفي. طبعا انا اقول لك اللي فيه، فبالتالي اقول لك كده كلمه وين اللي ما فيهوش كمبيوترات، يبقى في حرف جر، يبقى هتعامل معاه ان هو زمان. I can't remember the reason، reason اسمها reason يا اما for يا اما why. طب يا مستر ما الاثنين موجودين. لا انا هقول لك على معلومه، reason for دي بيجي وراها يا الفعل متضاف له ing يا اما النون، لكن reason why بيجي بعدها جمله كامله. فهنا اقول لك the reason why he wanted us to leave، ادي فاعل ودي فعل ودي مفعول، فكده دي كده جمله، فبالنسبه لي بستخدم لك why. كايرو از ذا سيتي، هي المدينه نقط I was born in، اللي ولدت فيها ولا اللي اتولدت فيها؟ طبعا انا كنت باجي اقول لك ان كلمه وير بتكره حرف الجر معاها في نفس الجمله، فكده بالنسبه لي تبقى ويتش. طبعا هي المدينه ما تاخدش وين ولا هوز. طب اللي بعد كده كايرو از ذا سيتي نقط I was born، نفس الفكره اللي فوق، فهحط لك هنا كلمه وير بقى. طب this is my cousin نقط I told you about، اللي انا قلت لك عليه. كلهم اولهم كوما. ماشي، كوما وذات طالعه بره مستبعده، لان ذات ما بتحبش قبلها يبقى كوما. تقول لي ليه؟ اقول لك سبحان الله والله ما اعرفش. طب ويتش ولا هو ولا هوز؟ هو ده ابن عمي اللي انا قلت لك عليه صح، يبقى هو ابن عمي ده عاقل، استبعد ويتش. طب هو انا اللي بعد النقط ده ملكيه لابن عمي؟ لا، يبقى هوز طالعه بره، يبقى هو لان هو كده في مقام مفعول. اوكي. بعد كده don't believe everything، ما تصدقش كل شيء نقط you read on in the social media، اللي انت تقراه على السوشيال ميديا. حط لي مليون خط تحت everything. ليه يا عم الحاج؟ عشان كل ما تشوف everything او مثلا some او اي حاجه من الكوانتيفايرز اللي كانت في يونت 9 او all او every او each او كل حاجه من الحاجات دي، فانا بستخدم لك معاها كلمه ذات. اللي بعد كده بيقول لك فيه 15 بيقول لك I will ask my father كوما نقط advice I can always rely on، انا هسأل ابويا اللي نصيحته انا دايما بقدر اعتمد عليها، يبقى نصيحته دي خاصة بابويا او ملكيته، يبقى انا كده استخدم لك whose، الموضوع فيه ملكية. طب اللي بعد كده بيقول لك send me a message، ابعت لي رسالة. رسالة دي غير عاقل، فانا طبعا طبيعي هنزل اختار لك ويتش. اقول لك للاسف انت استعجلت، هو انا
عايز اقول لك ابعت لي الرساله اللي you have any news، ولا لما يكون عندك اي نيوز، عندك اي خبر. فانا بالنسبه لي تبقى كلمه when، لان ده رابط زمني معناه عندما. ما تنساش ان انت مش كله ضمير وصل، في اوقات بتبقى روابط زمنيه. 17 بيقول لك Egypt is the country نقط، مصر هي الدولة، ده كده ده مكان نقط the sun always shines اللي فيها الشمس دايما بتشرق. يبقى انا قلت ايه اللي فيه، يبقى اختار لك where. بالك لو كنت قلت بس اللي بس كانت which، كده كده which وذات محطوطين يطيروا بعض اساسا. طب اللي بعد كده هي is the writer، هو يكون الكاتب، الكاتب ده عاقل، فانا هنزل استبعد مين؟ that is right. يعني ايه that is right؟ is ما يجيش بعدها فيرب متضاف له اس، فدي كده طالعه بره. طب writes interesting stories، ده هو اللي بيكتب، هو الفاعل كده، هو اللي بيكتب، يبقى كده هو، لان كده writes ده يكتب، ده مش ملكيه للكاتب، ما ينفعش حد يمتلك فعل اساسا. السؤال اللي بعده رقم 19 بيقول لك فيه the tourist السائح was pleased by كان مندهش بنقط he saw during his visit to Egypt اللي هو شافه اثناء زيارته الى مصر، يبقى what بالشيء اللي شافه، يبقى بالحاجه اللي او الشيء الذي استخدم لك كلمه what. he is a person not promise اللي وعده you can build on اللي انت تقدر تعتمد عليه، يبقى وعده ووعوده خاصه للشخص، يبقى انت كده promise، يبقى whose. اللي بعده do you know the reason نقط he left، هل تعرف السبب اللي عشانه هو غادر، يبقى the reason for which بتساوي بالظبط the reason why. ماشي، ما ينفعش اقول لك طبعا the reason for whom، وانا من وجهة نظري ان السؤال ده سؤال حلو مش موجود في ولا كتاب تاني. بعد كده بيقول لك the money الفلوس نقط save started his business، عايز اقول لك اللي هو بدأ بيها المشروع came from his father جاي من باباه، يبقى اللي بدأ بيها في حرف جر اهو صح، مش هقول اللي بس، اللي بيها بدأ مشروعه، يبقى كده بالنسبة لي with which لازم start with، بشوف الفعل واشوف هو بياخد ايه مع المفعول، يبقى started with the money هكذا. يعني I have 3 brothers، انا عندي 3 اخوات كوما. ماشي، not all not are doctors، عايز اقول لك كلهم دكاترة. ينفع اقول لك ذات تطلع له وجود الكوما. ماشي، والله اختار لك who they all، ايه ده تركيبه غلط اساسا، ما ينفعش اقول لك who they all are doctors، ما تنفعش مش لايقه حتى. طب all of whom اوكي ماشي، طب who all of them ايه ده ضمير مفعول وضمير وصل ما ينفعوش مع بعض في نفس الجمله، فبالتالي الاجابه بالنسبه لي تبقى رقم سي. 24 thanks for the chocolates، شكرا على الشوكولاته. عايز اقول لك اللي انت بعتها. طب هي الشوكولاته دي فاعل ولا مفعول؟ مفعول، حلو الكلام. يبقى انا ما ينفعش اقول لك which you sent it، ما it دي بتعود على الشوكولاته وwhich دي بتعود على الشوكولاته، فالاتنين يطيروا بعض. ضمير دي كده غلط، تركيبه غلط، ما ينفعش تحط ضمير مفعول مع ضمير وصل. طب you sent it to it me، برضو it بتاع اللي بتعود على الشوكولاته ليه حاططها لي هنا في الجمله فتطلع بره. طب you sent me it برضو مكرر للضمائر، يبقى انا كده بالنسبه لي you sent me اللي انت ارسلتها لي وكان اساسها which you sent me. بعد كده the person الشخص نقط was really helpful كان حقا معين ومساعد. الشخص وجايب لك تحت يتكلم، هو اللي بيتكلموا معاه صح، يبقى the person who they spoke to was really helpful. طب هنا بيقول لك who is spoke، ينفع اقول لك who is والتصريف الثاني ما تنفعش، لو كانت who is spoken to كانت ممكن تمشي. طب they spoke who they spoke، طب فين حرف الجر to؟ ما هو لازم يتكلم ان هو بيتكلم اليه او بيتكلموا اليه، فدي تطلع بره. they spoke to ولا they spoke to him، طبعا him دي تعود على الشخص، فدي ما تنفعش ان انت تكرر الضمائر، فبالتالي يبقى they spoke to. حلو برضو المثال ده. people not sport every day stay healthy، الناس اللي بتعمل تمارين طول اليوم، طبعا معظم الناس تروح تختار لك who doing، ما ينفعش، المفروض اقول لك who are doing، فبالنسبه لي احذف who واحذف are، يتفضل لي doing بس لوحدها. yesterday امبارح I read a book انا قريت كتاب not by طه حسين، الكتاب اللي اتكتب بواسطه طه حسين،
كتاب هنا مفعول صح؟ وحالة حذف ضمير الوصل في الباسف بختار لك التصريف الثالث مش الثاني حتى، لا الثالث، يبقى written لان كان اساسها which was written، فبتحذف which وبتحذف verb to be، يتفضل لك written التصريف الثالث بس. بعد كده الصفحة اللي بعدها وندخل على السؤال رقم 28 ويقول لك فيه there are millions of items، في ملايين من العناصر not on Amazon، وحاطط لك تحت الفعل list ان هو يضع في قائمة. هل ملايين العناصر دي هي اللي بتضع ولا هي اللي بتوضع في قائمة؟ توضع في قائمة صح؟ يبقى كان اساسها which is listed او which are listed، فانا هحذف which يتفضل واحذف verb to be يتفضل لي listed حالة حذف ضمير الوصل في الباسف. السؤال اللي بعده رقم 29 the students الطلبة not the hardest have the best results. عايز اقول لك الطلبة اللي ذاكروا بجد او اللي بيذاكروا بجد جابوا افضل نتائج، يبقى الطلبة هم الفاعل، هم اللي بيذاكروا. ما ينفعش اقول لك who studying، الصح ان انا اقول لك studying على طول، يا اما بقى كان اقول لك who are studying. بعد كده بيجي بيسألنا على الحاجات المحددة والحاجات الغير محددة في الريلاتيف كلوز في ضمائر الوصل. تعال بقى نشوف كده my father والدي is loved by all، او ابويا اللي بيشتغل في بنك، تحت جايب لك كلمة اللي بيشتغل في بنك محبوب بواسطة الكل. طب ما هي الجملة معناها مكتملة اهي، ينفع اقول لك ابويا اللي بيشتغل في بنك محبوب من الكل صح؟ تمام، يبقى انا عايز اللي بكومة ولا اللي من غير؟ انا عايز اللي بكومة، يبقى انا هستبعد رقم سي لعدم وجود كومة لان المعنى مكتمل اهي. طب وهستبعد رقم دي لان ذات ما تجيش مع الكومة، ماشي. طب هو وركس ات بنك ولا هوم وركس ات بنك؟ هو مفعول؟ لا ده هو الفاعل، هو اللي بيشتغل في البنك، يبقى اختار لك هو. السؤال اللي بعده رقم 31 ماي كار سيارتي نقط بروك داون، سيارتي وتحت جايب لك عايز يقول لك التي تكون قديمة اتعطلت on my own back home في طريقي القديم، في طريقي للبيت. طب انا ممكن اقول لك my car broke down on my way back home في طريقي الى المنزل، والجمله يبقى معناها مكتمل عادي جدا. يعني انا عايز كده اللي فيها كوما عشان اللي هي الكوما دي يعني في الجمله التي ينفع حذفها، فدي هستبعدها ودي هستبعدها لان الكوما كان مكانها المفروض تبقى هنا، فدي طالعه بره. ودي هستبعدها لان ذات ما تجيش مع الكوما، يبقى انت تعالى الله ينور عليك which is very old between two commas. that is the house نقط، هو ده المنزل عايز اقول لك اللي انا اتولدت فيه. قول لي بقى كلمه اللي انا اتولدت فيه ينفع تتحذف؟ ينفع اقول لك هذا هو المنزل وكده بقى سكت بس؟ ما ينفعش، يبقى انا لازم احذف الكوما. طب دي فيها كوما واحده اساسا ما تنفعش، ودي برضو فيها كوما واحده وبادئه بوين كمان فما تنفعش. طب انا عايز اقول لك ايه اللي انا اتولدت وهستخدم لك which، ولا اقول لك ايه اللي فيه؟ هاجي طبعا اقول لك ايه اللي فيه فتبقى الاجابه where I was born. اسئله فهم بقى بيقول لك my sister who lives in Cairo، الجمله دي كده ينفع تتحذف. بص كده تخيل ان الجمله اهي محطوطه between two commas احنا حذفناها، فهو بيقول لك اختي is visiting me tonight، اختي هتزورني النهارده، يبقى انا كده ما عنديش غير هي اخت واحده صح؟ انا بقول لك اختي هتزورني النهارده، يبقى انت عارف ان انا عندي اخت واحده كده طالما الجمله اتحذفت. يبقى this means I have one sister، لكن ما ينفعش اقول لك I don't have any sisters، اجابه مستبعده. ما ينفعش اقول لك I have more than one sister، ان انا عندي اكتر من اخت، لا لو ما كانش حذف لي كده والجمله دي ما ينفعش تتحذف، وبحددها لك وبقول لك اختي اللي عايشه في القاهره هتزورني الليله، يبقى انا حددت لك انهي اخت فيهم اللي عايشه في القاهره. لكن هنا انا الجمله دي ينفع حذفها، فبالتالي عندك هي تبقى انت عندك اخت واحده، يبقى have one sister. حلو. 34 بيقول لك which of the following is correct، اي من الاتي يكون صحيح. I found the book at that، ايه ده حرف جر وجاي مع ذات، اطلع بره. I found the book for which you were looking، ايه ده؟ ما هي look بتاخد for، look for يعني ايه؟ يبحث عن. انا لقيت الكتاب اللي انت بتبحث عنه، مش شايف اي غلط. طب تعالى نكمل. I found the book to which you were looking، ما هي look to معناها ينظر الى. الكتاب اللي انت كنت بتنظر اليه، لا انا عايز look for يبحث عنه. طب I found the book for، اوكي for which ماشي،
يو وير لوكد اللي انت بحثت عنه لا 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 ما تنفعتنيش لان هي فيها باسف، فكده بالنسبه لي ايه وسي ودي طالعه بره، فكده الاجابه بالنسبه لي تبقى رقم بي. السؤال اللي بعده رقم 35 بيقول لك which of the following is not correct، اي من الاتي ليس صحيح. بيقول لك this skirt هذه الجيبه او السكيرت that I bought in the sale. ايه ده؟ الجمله دي صح ولا غلط وليه؟ يعني الاهم من ده كله هي ليه صح او ليه غلط. الجمله دي انا مش شايف فيها اي حاجه غلط، ده بيقول لك this is the skirt هذه هي الجيبه اللي انا اشتريتها في السيل. اوكي، فكده الاجابه ديت الجمله دي صحيحه. طب كمل معايا عشان نتاكد. this is the skirt شال لك ذات وحط لك مكانها which I bought in the sale، هما الاتنين عادي يساووا بعض في جمله زي دي. طب بص this is the skirt I bought in the sale اللي انا اشتريتها. ما هي السكيرت هنا مفعول وانا ينفع احذف ضمير الوصل اللي قبله مفعول من غير ما اعوض عنه بحاجه عادي اهو تمام. طب بص الاخيره this is the skirt which I bought it. ايه ده؟ مش it دي قصده كده على السكيرت يعني ضمير مفعول ينفع يجي مع ضمير وصل؟ اكيد لا، فدي كده بالنسبه لي الجمله الغلط، يبقى كده الاجابه بالنسبه لي not correct هي رقم دي. تمام، بعد كده بقى ندخل على الاسئله اللي هي بعدها في صفحه رقم 328. السؤال رقم 1 بيجي يقول لك فيه ايه؟ السؤال رقم 1 بيقول لك he's not funny that he makes me laugh. عايز اقول لك ان هو funny جدا لدرجه ان هو بيخليني اضحك. انا شفت كلمه ذات فانزل استبعد enough و to لان هما بيعوزوا to المصدر، لكن such و so هما الاثنين بيعوزوا ذات. طب اختار انهي فيهم؟ هختار لك so لان وراها صفه فقط، لكن لو الصفه وراها اسم فبستخدم لك كلمه ذات. بعد كده السؤال رقم 2 بيقول لك he is not successful man، رجل successful يعني ناجح ذات لدرجة أن he achieves his goals هو حقق أهدافه. حلو، هنزل استبعد enough وهنزل استبعد ايه ده so. ليه تستبعد so؟ هستبعد so لأن بتحتاج زي ما قلت لك صفة بس، لكن دي صفة successful وبعدها man اسم. طب such ولا such ايه؟ اسأل نفسك الاسم ده مفرد فتختار له ايه. طب لو هو such بس، لو هو اسم جمع او لا يعد، طب ما هو man هو مفرد فكده يبقى بالنسبه لي such ايه بس. طب اللي بعدها he is strong نقط to lift this heavy box. شايف to المصدر هتختار لي يا to يا enough، هنزل استبعد as وانزل استبعد every، فاضل لي يا اما to يا اما enough. هو انهي فيهم اللي بيجي الصفه قبله؟ يعني اقول لك he is too strong او strong enough، فالصفه بتيجي قبل enough او بعد to، فبالنسبه لي تبقى الاجابه هنا enough. 4 he is not to play basket. عايز اقول لك ان هو قصير جدا لدرجه ان هو ما يقدرش يلعب باسكت. حلو، too short ولا short enough؟ so short ولا such short؟ انا هستبعد so و such لان هما بيجوا مع ذات وانا عندي هنا to المصدر. طب هو قصير بما يكفي لدرجه ان هو يلعب باسكت بول، ولا قصير لدرجه ان هو مش هيلعب يبقى too short. بعد كده 5 بيقول لك he plays football، هو بيلعب كورة نقط ذات لدرجة أن he could be a professional، هو بيلعب كورة جيد ولا بيلعب كورة بشكل جيد؟ بشكل جيد. يبقى أنا عايز ظرف. إيه ده؟ يعني مش هينفعني التالتة؟ لا مش هينفعني التالتة. ما ينفعش أقول لك such أول، فكده الرابعة طالعة معايا. طب to عايزة to المصدر مش عايزة ذات، فيبقى so والظرف، لأن so هي اللي بيجي بعدها يا الصفة يا الظرف فقط. السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول لك they were in نقط a hurry ذات لدرجة أن they didn't say goodbye. عايز أقول لك إن هما كانوا في استعجال لدرجة إن هما ما قالوش باي باي. شايف ذات؟ أنت هتختار يا إما so يا إما such. طبعا enough وراذر طالعين بره. طب أختار لك so ولا أختار لك such؟ قال لك so عايزة وراها الصفة. طب هي دي صفة؟ لا، ده ووراها النون، يبقى طالما في اسم بس ان شاء الله حتى اسم بس او اسم وصفه استخدم لك كلمه such. حلو السؤال ده. بعده 7 بيقول لك they were not in a hurry ذات لدرجه ان they didn't say goodbye، نفس المثال اللي قبله. شايف كلمه ذات؟ تنزل برضو تستبعد لي كلمه quiet، تستبعد لي كلمه enough، فاضل لي يا اما such يا اما so. طب استخدم انهي فيهم وليه؟ بس انا هستخدم لك هنا so لوجود حرف الجر. السؤال اللي بعده رقم 8 بيقول لك the blanket is نقط for the baby to sleep
وجايب لك تحت الصفة اللي هي warm يعني دافي. حتى هنا الكتاب غلطان وحاطط لك such warm اللي هي معناها دودة، فدي طبعا طالعة بره بجدارة. طب to المصدر warm enough ولا too warm ولا enough warm؟ طبعا هستبعد لك برضو enough warm ده مش هتنفع معايا لأن الصفة بتيجي قبل enough. يبقى warm enough ولا too warm؟ مستر من الاتنين ينفعوا. بص to والصفة معناها جدا لدرجة ألا، يعني الحاجة دي مش هتحصل. لكن warm enough جدا بما يكفي، يبقى هي كانت دافية جدا لدرجة إن الواد هينام. تمام، يبقى warm enough. بعد كده 9 بيقول لك he was not a good teacher، مدرس جيد، ذات لدرجة أن we all passed the exam، احنا كلنا نجحنا في الامتحان. بص شايف كلمة ذات هتخليك تنزل تستبعد يا enough يا either. فانت فاضل لك so such a good ادي الصفة وادي الاسم، يبقى such a ما ينفعش اقول لك so a. اللي بعد كده بيقول لك I left the coffee، انا سبت القهوة to cool لكي تبرد because it was not to drink، لان هي كانت سخنة جدا انها تتشرب، يعني ما كانش هيقدر يشربها. يبقى كده to المصدر هنزل استبعد such وهنزل استبعد too hot اللي بقوة واحدة، فهوت enough ولا too hot؟ طبعا هي متشربتش فتبقى too hot، يبقى رقم دي. بعد كده 11 بيقول لك not excited were they that لدرجة ان they couldn't sit still، ما قعدوش لوحدهم او ما قدروش ان هم يفضلوا قاعدين. طبعا لما شفت كلمة ذات فهنزل استبعد either و enough، يا such يا so بيجي وراها الصفة، فهنا excited يبقى دي الصفة مباشرة، لكن such عايزة اسم وبعد كده صفة، فاللي ينفعني هنا so. بعد كده جمال is not honest man، راجل امين، ذات لدرجة ان all people trust him، كل الناس بتثق فيه. يبقى ذات ايه ده؟ الاربعة ينفعوا بس خلي بالك honest صفة ومان رجل، يبقى ده كده صفة واسم، يبقى هستبعد so وهستبعد to هي كمان، معلش انا قلت لك الاربعة ينفعوا. طب such an ولا such بس؟ طبعا هاخد لك such an لان الاسم بتاعي اسم مفرد، فلازم احط لك قبل الصفة او ان، ودي honest فتبقى اقول لك such an honest. 13 سامي behaves نقط، سامي بيتصرف ازاي؟ ذات لدرجة ان، وجايب لك تحت بيتصرف مؤدب ولا بيتصرف بشكل مؤدب؟ انا عايز اقول لك بيتصرف بشكل مؤدب جدا لدرجة ان كل اصدقائه بيحترموه، يبقى بشكل مؤدب، يبقى بولايت بس تطلع بره. طب تو بولايتلي طالعه بره لان هنا ذات. طب انا عندي الظرف، انا هحير نفسي ليه؟ يبقى سو هي اللي بتيجي وراها الظرف بس. 14 ترافيك ان ذا سيتي سنتر، في وسط المدينه، از نوت ا نايت مير. نايت مير يعني كابوس صح؟ هستخدم لك كلمه ساتش ليه بقى؟ بص تقدر تعتبرها معايا قاعده كده صغيره ان هي بيجي دايما بعدها الا والان، ولا انف ولا تو ولا سو، الوحيده اللي بيجي بعدها او ان هي كلمه ساتش. بعد كده I wish you wouldn't spend not much، much من ضمن المحددات، يبقى اللي ينفعني يا so يا to. time on the phone، طبعا مفيش عندي to فاللي ينفعني هنا so much، ما ينفعش اقول لك enough much ولا such much ولا very much، اللي ينفع عندي هي so much. تمام. بعد كده بيقول لك فيه it was not bad weather، طقس سيء، ذات لدرجة ان we decided to stay at home لدرجة ان احنا قررنا ان احنا نقعد في البيت، يبقى صفة واسم اهو، باد صفة والنون اهو، يبقى كده بالنسبة لي such. طب ليه ما تاخدليش such ايه؟ لأن ويزر لا يعد، فبالتالي ما ينفعش أقول لك such ايه، فدي إجابة غلط والإجابة الصح تبقى رقم B. There aren't not beds، لا يوجد سرائر for all people to sleep here، لكي يناموا عليها، يبقى مفيش سرائر كافية صح؟ هنا معناها الطبيعة هو enough، مفيش سرائر كافية، يبقى enough بتيجي قبلها صفة يا إما بعدها اسم. وصلت؟ There is not much sugar، much اهو much. تمام. in my tea I can't drink it، أنا مش قادر أشربه، يبقى هنا أقول لك so much ولا too much؟ طبعا أختار لك too much لأن هو كتير جدا لدرجة إن أنا مش قادر أشربه. اللي بعد كده باجي أقول لك she has got not a lot of، ما تكملش، اسمها such a lot of. تمام؟ يبقى such a lot of boxes هي كان لأن مش عارف إيه. طب السؤال اللي بعده رقم 20 بيقول لك he was not nice، هو كان لطيف جدا، as to give me لان هو اداني الفت او وصلني to the airport، يبقى nice صفة بس، يبقى انا بالنسبة لي هنا اقول لك so
ناس تشوف لك تو والمصدر تقول لك ده تبقى يا تو يا انف. لا، هو كان لطيف جدا از لان هو تو جيف، لان هو اعطاني في هنا از. خلي بالك فكره حلوه برضه. اللي بعده رقم 21 بيقول لك the coffee was too hot نقط right away. يبقى انهي اللي تنفعني؟ انا عايز طبعا to والمصدر. طب to drink it right away ولا to drink right away؟ طبعا انا مش محتاج ان انا اكرر الضمير it، يبقى انا اقول لك to drink to والمصدر مباشرة. تمام. طبعا هي في هنا to drink بس باتنين او، فبالتالي ما تنفعش. انا عايز to والمصدر. بعد كده I am very lucky، أنا محظوظ جدا. I have not wonderful friends، إن أنا عندي أصدقاء جيدة مثل هذا. أنا عندي wonderful صفة واسم أهو، يبقى so يا such. هستبعد so، هستبعد a very، مفيش حاجة اسمها a very. such a ولا such؟ طبعا such، بس ليه ما تمشيش such a؟ لأن a محتاجة اسم مفرد، وهنا friends اسم جمع. بعد كده اخر حاجه اهوت معايا بيقول لك he was scared so scared، كان خايف جدا ذات لدرجه he couldn't move، ان هو ما قدرش يتحرك. this means هذا يعني. فكده بالنسبه لي بتساوي he was so scared to move. ازاي so ومعاها to المصدر؟ فدي طالعه بره. it's scared that he moved، هو كان خايف لدرجه ان هو اتحرك. لا، he was scared enough بما يكفي not to move. لا، يبقى he was too scared to move بالظبط. يبقى هو دي بتساوي دي كده، ده معناها هو نفس معنى الرقم دي. طب السؤال اللي بعد 24 بيقول لك this passage، هذه القطعة is so difficult that، صعبة جدا لدرجة ان I can't translate it، ان انا مش قادر اترجمها. ده معناه ايه؟ this passage isn't easy enough to be translated. الجملة على فكرة ما فيهاش غلط، وحتى فيها passive اهو. طب بعد كده بيجي يقول لك ايه؟ this is such a passage to be translated. ازاي حاطط لي such وازاي حاطط لي معاه to المصدر؟ فدي كده طالعه بره. it's so difficult passage to be translated. طب so برضو و to المصدر بيعملوا ايه؟ طب فدي تطلع بره. the passage is enough difficult، صعبة بما يكفي to be translated، معنى كده ان هي هتترجم؟ لا، ما تنفعش. فكده بالنسبة لي الإجابة تبقى رقم ايه؟ لو كانت قال لي too difficult غير كده وكده، اساسا الصفة محطوطة قبل بعد enough اهي، فبالتالي ما تنفعش. لو كان قال لي too difficult كانت تمشي. طب بعد كده my grandfather، جدي is too old، كبير جدا لدرجة ان هو يتعلم اشياء جديدة. يعني معنى كده ان هو مش هيقدر يتعلم. حلو. this means هذا يعني he is such old enough، كبير بما يكفي to learn، ما تكملش، ده كده هيتعلم، ما تنفعش. طب بعد كده my grandfather، جدي is so old that، كبير جدا لدرجة ان he can't learn new things. ايوه تنفع. طب بص، he is not enough old، ليس كبير بما يكفي، ما تكملش، ده هو فوق بيقول لك كبير جدا، فدي تطلع بره. طب اللي بعدها he is too young، جد صغير جدا لدرجة ان هو مش هيقدر يتعلم الاشياء الجديدة. لا، كده بالنسبة لي الإجابة تبقى رقم دي. وسؤال على فكرة وأسئلة check your understanding كلها سهلة. وبكده الحمد لله احنا خلصنا مع بعض يونت 11. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب علشان انا تعبت في الفيديو ده جدا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.